بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي ولقاءات دوري نجوم العراق وصولا إلى الجولة 21 خلال هذا الموسم 2025-2026، ولقاء مهم يجمع ما بين فريقي ديالى ليلعب على أرضه وأمام جماهيره، بينما فريق الزائر لملعب ديالى هو نادي الكهرباء، في مباراة مهمة للفريقين طبعا ديالى والكهرباء من أجل تحقيق الثلاث نقاط وتعويض الخسارة في الجولات الماضية. نتحدث عن فريق ديالى اللي كان عنده مباراة مؤجلة أمام أربيل، لكن آخر لقاء خسر أمام الشرطة بقرار اتحادي بعدما آلت النتيجة إلى فوز فريق الشرطة بهدفين لهدف، لكن بعد ذلك لمخالفة اللوائح بالنسبة لنادي ديالى خسر مع فريق نادي الشرطة بقرار اتحادي ب3 أهداف مقابل لا شيء، بينما فريق نادي الكهرباء هو الآخر قادم من الجولة الماضية بخسارة أمام الشرطة بهدفين لا شيء، لذلك كلاهما يبحث عن التعويض من خلال هذه المباراة. ديالى يدخل إلى المباراة وهو في المركز 11 برصيد 27 نقطة، بينما الكهرباء في المركز 18 برصيد 18 نقطة، لذلك كل فريق يحاول الانتصار والذهاب بعيدا بنتيجة المباراة. إذن هذه جماهير ديالى الحاضرة بقوة والمؤازرة لفريق ديالى على مستوى الدوري العراقي، ودائما ما يكون لها حضور متميز على مستوى مباريات فريق ديالى في دوري نجوم العراق. ننتظر البداية وصافرة حكم المباراة الواضح أمامنا في الصورة طبعا أحمد جمعة هو اللي يقود هذا اللقاء بمساعدة عبد الرحمن صالح كمساعد أول، كرار عبد الأمير مساعد ثاني، أياز زاحم حكم رابع، وفي غرفة الفار يتواجد ليث فرحان ومحمد الصادق المساعد. إذن ديالى بزيه البرتقالي يلعب من اليمين لليسار، بينما على الجانب الآخر من جهة اليسار فريق نادي الكهرباء يلعب بالزي الأبيض الزي الاحتياطي. إذن على بركة الله حكم اللقاء أحمد جمعة يطلق الصافرة الإعلان عن بداية هذا اللقاء ما بين فريقي نادي ديالى والكهرباء في مباراة مهمة للفريقين. هذه محاولة ممكن الآن الكهرباء خطيرة على مرمى فريق ديالى، أي بداية للكهرباء على مرمى فريق ديالى، لكن القائم الأيسر يمنع محاولة أولى في الثواني الأولى لمصلحة فريق نادي الكهرباء. لو سجل لكان هذا هو أسرع هدف في دورينا لغاية الآن. الثانية العاشرة من بداية المباراة فريق نادي الكهرباء يضيع فرصة للتسجيل من خلال البداية لهذا اللقاء. حلوة لمصطفى صلاح اللي قاد الهجوم المرتد لفريق نادي الكهرباء على مرمى ديالى، لكن بعد ذلك لم تستغل من المهاجم لوكاس سانتوس البرازيلي اللي أضاع فرصة كان ممكن أن يبدأ من خلالها فريق نادي الكهرباء التسجيل في مرمى ديالى. يانيك زاكري اللاعب الإيفواري القادم من أدهوك. نذكر بتشكيل الفريقين وخيارات مدربي الفريقين. نتحدث عن المدرب أحمد عبد الجبار مدرب فريق نادي الكهرباء اللي يلعب بعلي خالد لحراسة المرمى، عباس قاسم، حسن خالد، سوميلا، أوتارا اللاعب البوركيني، سجاد خليل. في خط الدفاع للوسط علي مهدي، روبن أكوا، أحمد عايد، مصطفى صلاح ويانيك زاكري، وللهجوم يلعب بالبرازيلي لوكاس سانتوس. لاحظ هذه الفرصة اللي أضاعها لوكاس سانتوس بعد ارتطامها بالقائم الأيسر لمرمى فريق نادي ديالى، وضاعت فرصة حقيقية للتسجيل لفريق نادي الكهرباء. ديالى يلعب بوسام محمد، ثامر الصالحي، وأيضا يلعب بمقتدى حسن وعلاء مهاوي، وأيضا أيمن محمود لخط الدفاع. للوسط بيتروس بوما اللاعب الكاميروني، عمار داخل، علي رحيم وأياد عبد فرحان. ولخط الهجوم يلعب باللاعب الغاني طبعا كولينز أوباري العائد إلى تشكيلة فريق ديالى، وأيضا المهاجم الآخر المالي إبراهيم تاندي. عملية الهجوم الآن لمصلحة فريق ديالى، لكن هنا حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ بالسلامة ليانيك زاكري اللاعب الإيفواري القادم من نادي دهوك اللي قدم مستويات كبيرة في المواسم الثلاث الأخيرة مع فريق دهوك. طبعا يانيك زاكري لاحظ هنا التدخل اللي كان عن طريق بيتروس بوما اللاعب الكاميروني. هنا أحمد عبد الجبار مدرب فريق نادي الكهرباء اللي سبق وأيضا درب فريق نادي
الكرخ، وقاد فريق الكرخ إلى بطولة كأس العراق بنسخة عام 22. هنا حكم المباراة يعمل اسقاط كرة، هذا بومال يلعب كرة إلى جهة اليسار أقرب لدفاعات فريق نادي ديالى. حارس المرمى وسام محمد ينقلها بالمباشر، وسام محمد إلى علي رحيم للوسط إلى بومال، لكن يخسرها بومال. عادت للوسط مصطفى، أو هذا أحمد عايد، واحد من الأسماء الجميلة اللي قدمها فريق نادي الكهرباء. أحمد عايد لاعب ممتاز. هنا الهجوم، مصطفى يحاول يمر عن طريق الجانب الأيمن، ضغط من ثامر الصالحي اللاعب التونسي، هو القائد والكابتن لفريق نادي ديالى اللي يتركها بدوره إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي ديالى. هنا المدرب التونسي طبعا يامن الزلفاني، موسم ثاني ليامن الزلفاني مع فريق نادي ديالى، نتائج جيدة طبعا. هو أنقذ الفريق من الهبوط في الموسم الماضي، وهذا الموسم بدأ بداية قوية فريق نادي ديالى، لكن في الجولات الأخيرة نتائجه لم تكن جيدة، وبالتالي يحاول المدرب يامن الزلفاني أن يضع فريق ديالى في مركز جيد، مركز متقدم، مركز قد يكون قريب من الستة الأولى في جدول الترتيب للدوري العراقي. هنا محاولة لفريق ديالى، عملية تغيير اللعب عن طريق إبراهيم تانديا للوسط، هذا بومال، عودة للخلف لاعبي فريق نادي ديالى، لكن القطع موجود من عباس قاسم مدافع فريق نادي الكهرباء اللي سبق وأن لعب للزوراء لفترات طويلة، وهو قادم من القرمة مع فريق نادي الكهرباء. كرة عن طريق الوسط الآن ديالى البرتقالي أمام البرتقالي الآخر هو الكهرباء، واحد من فرق العاصمة، لكن الكهرباء في مركز متأخر جدا، مركز 18، وهو واحد من المراكز المهددة بالهبوط. هنا أحمد عايد والضغط من علي رحيم، وخطأ على علي رحيم، ركلة حرة لمصلحة فريق الكهرباء. شير لحكم اللقاء أحمد جمعة، هذا هو علي رحيم، أيضا لعب للزوراء لفترات طويلة، لعب لزاخو. ركلة حرة للكهرباء، يريد العودة بنقاط المباراة من ملعب ديالى، طبعا الملعب الصعب على كل الأندية الزائرة لهذا الملعب، صعب جدا فريق ديالى في ملعبه وأمام جماهيره. كهرباء هو قبل أن يخسر من الشرطة، طبعا نتائجه كانت جيدة، من الفوز على نفط ميسان وعلى النجف وعلى أمانة بغداد اللي كان آخرها بخماسية قبل أن يخسر من الشرطة، وأيضا عنده تعادل مع دهوك. يعني في الجولات الأربعة اللي سبقت مباراته أمام الشرطة هو محقق نتائج جيدة، 10 نقاط من أصل 4 مباريات. كرة عن طريق الوسط على أمهاوي اللاعب الخبرة، لاعب ومدافع فريق نادي ديالى، صراع في منتصف الملعب ما بين فريقي ديالى والكهرباء. أحمد عايد لاعب منتخبنا الأولمبي العراقي، هنا خطأ، ركلة حرة على أحمد عايد. بومال، تمريرة أمامية من بومال اللاعب الكاميروني، لاحظ هنا ارتكاب الخطأ من أحمد عايد. عملية الهجوم لديالى، هدف يحرك المباراة، أقرب لإبراهيم تانديا إلى بومال، لحد الآن بعيد عن المرمى فريق نادي ديالى على مرمى فريق الكهرباء. عملية الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية مع عودة مصطفى صلاح الجناح الأيمن لفريق نادي الكهرباء، وهذا حارس المرمى علي خالد، لعب للجوية لنادي القاسم علي خالد. بومال، علي رحيم، ديالى، عائدة للخلف أقرب لثامر الصالحي. ثامر الصالحي رغم أنه مدافع لكن عنده 3 أهداف على الزوراء ونفط ميسان والنجف. الصالحي لاعب وكابتن فريق ديالى اللاعب التونسي. كرة لعلاء أمهاوي، علاء يخسر الكرة. أحمد عايد، عودة للخلف، كهرباء عن طريق الوسط، روبن أكوا، تمريرة أمامية من روبن أكوا، اللاعب الغاني روبن أكوا لاعب الوسط لفريق نادي الكهرباء. عائدة لثامر الصالحي، قريبة إلى علي رحيم للوسط إلى بيتروس. بومال، عائدة للصالحي، عملية التغيير هناك على الجانب الأيمن، مقتدى
حسن تمرير الامام من مقتدى. عمليه الهجوم الان لفريق دياله عن طريق الجانب الايمن. ممكن الان دياله خطيره على مرمى الكهرباء. ضاعت على ابراهيم تانديا. ابراهيم تانديا يضيع فرصه للتسجيل. المالي يضيع فرصه حقيقيه للتسجيل. لاحظ الاعاده، لاحظ المرور والتمرير داخل منطقه الجزاء، لكن ابراهيم تانديا يطيح بالكره بعيده عن مرمى فريق الكهرباء. تانديا 3 أهداف على نوروز والطلبه والغراف. هذا وابراهيم تانديا. طبعا لقاء الذهاب انتهى بنتيجه 2-1 لفريق دياله على حساب نادي الكهرباء. سجلت الاهداف عن طريق اللاعب وقاع رمضان لاعب القوه الجويه اللي سجل يوم امس هدف الانتصار القوه الجويه في مرمى الغراف، وابراهيم هارون اللاعب اللي غادر لفريق النجف. بينما هدف فريق الكهرباء سجل عن طريق اللاعب اسماعيل كواق. لاحظ هذه الاعاده والارتقاء مع وجود خطا. تحدث عن مباراه الذهاب اللي انتهت لدياله بهدفين لهدف واحد. ان شاء الله بالسلامه لجميع اللاعبين. توجيهات احمد عبد الجبار. كل فريق يؤمن بحظوظه في هذا اللقاء، الكهرباء وايضا دياله. الكهرباء يريد الرد من خلال هذا اللقاء على خسارته في مباراه الذهاب امام دياله. هذا مصطفى ان شاء الله بالسلامه. المصطفى حكم المباراه يطلب من مصطفى مغادره الملعب لتلقي العلاج خارج ارضيه الملعب. نلعب في الدقيقه 10 من بدايه المباراه. لغايه الان التعادل. احمد عايد قريبه لوسام. محمد حارس المرمى لفريق ديال. وسام محمد. عوده لحارس المرمى وسام محمد. كرة النقل. عملية الإبعاد. عادت للوسط الآن لمصلحة فريق دياله. علاء مهاوي اللي يلعب على جهة اليسار. علاء مهاوي تعودنا على علاء أنه يلعب مدافع يمين، لكن اليوم يضع المدرب يامن الزلفاني على جهة اليسار. كرة وصلت لحارس المرمى هذا عباس قاسم، واحد من الأسماء الخبرة في دورينا، نجم الزوراء السابق، لاعب الكهرباء الحالي. كرة الوسط للكهرباء. عائدة سوميلا من جديد. سوميلا أوتارا إلى خارج أرضية الملعب بتمريرة خاطئة من سوميلا. أوتارا إلى رمية جانبية لصالح نادي دياله. تنفذ الرمية الجانبية. عائدة للخط الخلفي. ثامر الصالحي بدوره إلى علي رحيم. علي هو لاعب وسط، لكن اليوم مستغربة تشكيلة أيمن الصفاقسي، يعني هناك تغييرات في مراكز اللاعبين. عملية الهجوم. لوكاس سانتوس واحد من الأسماء الثلاثة اللي سجلت الهاتريك خلال هذا الموسم. 3 لاعبين هم من سجلوا الهاتريك فقط، هو أتيفا مهاجم نادي الشرطة، وأيضا فيديلس كوكو لاعب ومهاجم الغراف، بالإضافة إلى لوكاس سانتوس لاعب فريق نادي الكهرباء. والهاتريك للوكاس سانتوس كانت في مرمى أمانة بغداد. النتيجة الكبيرة اللي حققها الكهرباء على أمانة بغداد، اللي خسر هو الآخر خلال هذه الجولة أمام نفط ميسان بهدفين لهدف من مباريات هذه الجولة 21. كرة تعود للوسط. أحمد عايد حكم مباراة أحمد جمعة يعلن عن استمرارية اللاعب كولينز أو باري. كولينز إلى تانديا داخل منطقة الجزاء. دياله ممكن الآن دياله يفعلها ويسجل، لكن الضغط موجود من دفاعات نادي الكهرباء وعملية الإبعاد. كرة تعود للوسط. روبن أكوا. سوميلا. أوتارا إلى أكوا. روبن أكوا. هذا أوتارا لاعب البوركيني مدافع الكهرباء. عادت لروبن أكوا، يحاول يغير لعب روبن أكوا. سبق اللاعب لدهوك مع يانيك زاكري.
اللي امامنا ايضا لاعب الدهوك. عمليه تغيير من يانيك زاكري عن طريق الجانب الايمن. عمليه الهجوم الان الكهرباء يحاول مصطفى صلاح لروبن اكوا، يحاول غير اللعب للجهه البعيده لكن فضل تغيير اللعب للجهه القريبه لاحمد عاي. لروبن اكوا، حسن خالد مدافع اليمين لفريق الكهرباء، اماميه من حسن خالد قريبه لمنطقه الجزاء. لوكاس سانتوس البرازيلي، لوكاس عده انديه مثلها في دورينا لوكاس سانتوس، بدايه من زاخو والنفط والشرطه والان يتواجد مع فريق الكهرباء. كره داخل منطقه الجزاء خطيره، ممكن الان الكهرباء يحاول على مرمى ديالة. مصطفى صلاح لكن قطع من امام مصطفى صلاح علي رحيم، وعمليه الابعاد الى خارج ارضيه الملعب، او هذا لاعب مقتدى حسن هو اللي ابعدها الى خارج ارضيه الملعب من امام مصطفى صلاح الى رميه جانبيه لصالح نادي الكهرباء. علاء مهاوي اللي كانت بداياته من الكهرباء، علاء مهاوي بداياته من الكهرباء، ثم مثل الشرطه، القوه الجويه، الزوراء، يعني انديه عديده تنقل من خلالها علاء مهاوي. كره النقل من جهه اليمين، عمليه الهجوم الان لمصلحه فريق ديالة، مرور ناجح عن طريق اللاعب تانديا قريبا لمنطقه جزاء فريق نادي الكهرباء. اياد يحاول التسديد، اياد عبد فرحان لكن تصطد بدفاعات فريق الكهرباء. ضغط الان من لاعبي ديالة على مرمى فريق نادي الكهرباء. تمرير للامام، يانيك او بوميل، علاء مهاوي وديالة على النقاط الثلاث ناوي امام الكهرباء ناوي، والكهرباء هو الاخر بمدربه المميز طبعا احمد عبد الجبار الالماني. تمرير الامام تانديا، كولينز اوباري لكن بعيده كره كولينز اوباري الى خارج ارضيه الملعب. ركله مرمى، هو عائد من اصابه طبعا كولينز اوباري. خيارات عديده لكل مدرب في هذا اللقاء، لاحمد عبد الجبار ويامن الزلفاني مدرب فريق نادي ديالة. هذا ابراهيم تانديا وحكم اللقاء احمد جمعه. ديالة 27 نقطة، فاز في 7، تعادل في 6 وخسر في 6. عنده مباراة طبعا مؤجلة من الجولة الماضية الجولة 20 امام اربيل. والكهرباء في المركز الثامن عشر 18 نقطة، فاز في 5، تعادل في 3 وخسر في 12 مباراة. قد يكون هذا الموسم هو الموسم اللي الأسوأ بالنسبة لفريق نادي الكهرباء اللي يتواجد في دورينا لأول مرة موسم 2004-2005. هذا الموسم اللي كان فريق نادي القوة الجوية هو بطل لهذا الدوري لهذا الموسم، والقوة الجوية لا زال هو المتصدر لجدول الترتيب وباستحقاق. فريق القوة الجوية ب 46 نقطة بعد فوزه يوم أمس على الغراف. هنا محاولة وهدف يضيع، ضاعت على الغاني، ضاعت على الغاني. كولينز اوباري، كولينز اوباري يضيع فرصة حقيقية للتسجيل. لاحظ الإعادة بوميل، بعد ذلك التمرير من اياد عبد فرحان اللي وضع كولينز اوباري بمواجهة المرمى، لكن وضعها بهذه الطريقة بغرابة طبعا، بغرابة كولينز اوباري يضيع فرصة التقدم لفريق نادي ديالة. اذا كولينز اوباري فرصة بفرصة، الاولى كانت للكهرباء عن طريق لوكاس سانتوس، وفرصة الحقيقية لفريق نادي ديالة جاءت عن طريق كولينز اوباري، والفرصتين ضاعت على الكهرباء وعلى فريق ديالة. عملية الهجوم، تغيير اللعب، هناك حالة تسلل. حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة تعود للوسط الآن لمصلحة فريق نادي الكهرباء. تمريرة أمامية روبن أكوا، عيدة للخلف لعباس قاسم، أقرب ليانيك زاكري، هيئها لمصطفى صلاح. عملية الإبعاد من علاء مهاوي إلى خارج أرضية الملعب لتصبح رمية جانبية لمصلحة فريق نادي الكهرباء. لاحظ كولينز أوباري، أو هذه اللقطة اللي كان فيها
كولينز أوباري في موقف تسلل، لكن الفرصة اللي أضاعها كولينز لم يكن متسلل، لم يكن متسلل طبعا كولينز أوباري. روبن أكوا، علي مهدي جهة اليسار، عملية الهجوم الآن الكهرباء، أقرب ليانيك زاكري، لوكاس، وهدف أول، جول أول للكهرباء. إذا لوكاس سانتوس يسجل أول أهداف المباراة. الله على فريق الكهرباء، وجملة تكتيكية رائعة من لاعبي فريق نادي الكهرباء ينتهي بها المطاف في مرمى فريق الديالة، ويسجل لوكاس سانتوس أول أهداف اللقاء. إذا لوكاس سانتوس يسجل أول أهداف المباراة، وهو هدف الخامس مع فريق الكهرباء. لاحظ بداية من يانيك زاكري، لاحظ التبادل الجميل من يانيك إلى لوكاس، وبعد ذلك لوكاس استلم بشكل جميل وسدد على يسرى الجهة اليسرى لحارس المرمى لفريق ديالة. حلوة للوكاس سانتوس، يضعها بإتقان في مرمى فريق ديالة ويسجل أول أهداف اللقاء. إذا لوكاس سانتوس عنده 3 أهداف على أمانة بغداد، وهدف على نفط ميسان، وهدف على نوروز، والآن يأتي بخامس أو بسادس أهدافه، سادس أهدافه مع فريق الكهرباء اللاعب البرازيلي لوكاس سانتوس. 3 على أمانة بغداد، وهدف على نوروز، وهدف على نفط ميسان، وهذا هدف السادس له خلال هذا الموسم مع فريق الكهرباء لوكاس سانتوس. كرة النقل لجهة اليمين، الآن الكهرباء خارج ملعبه يتقدم على ديالة في ملعبه وأمام جماهيره في هذا اللقاء. عملية الإبعاد من سجاد خليل إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية ديالة، عملية الهجوم داخل منطقة الجزاء، ممكن الآن الوصول إلى هدف تعادل، ممكن يفعلها ديالة. عملية تحضير تعود من جديد لفريق ديالة. حكم المباراة قريب يشير استمرارية اللعب. هذا بيتروس بوميل داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى فريق الكهرباء، ممكن يستغل هذه اللقطة والمحاولة والتسديد من إبراهيم تانديا، لكن تصطاد بدفاعات الكهرباء. مرتد الآن لوكاس يحاول يمر لوكاس، أقرب لأحمد عايد، لكن طالت على أحمد عايد، أقرب لثامر الصالحي، لكن يتركها بدوره إلى حارس المرمى وسام محمد، حارس المرمى لفريق نادي ديالة. هنا حارس المرمى للكهرباء يشكو من إصابة، لوكاس سانتوس أيضا يشكو من إصابة. لاحظ أيضا هذه فرصة ضائعة، وعملية التحضير من عمار داخل منطقة الجزاء لمرمى فريق الكهرباء. لاحظ هنا طبعا أياد عبد فرحان، بالسلامة للوكاس سانتوس صاحب هدف المباراة الوحيد لغاية الآن. إذن الكهرباء هدف لا شيء لديالة. هل يرد الكهرباء على خسارته في المرحلة الأولى أمام ديالة، وبالتالي يعوض خسارته أمام الشرطة، وأيضا فريق نادي ديالة يعوض خسارته أمام الشرطة؟ يعني الفريقين قادمين من خسارة من الشرطة، فريق صاحب الألقاب في المواسم الأربعة الأخيرة في إنجاز غير مسبوق على مستوى دورينا. الشرطة والسوبر هاتريك لدوري نجوم العراق، وهذا الموسم أيضا منافسة كبيرة ما بينه وما بين القوة الجوية، منافسة كبيرة ما بينه وما بين القوة الجوية. فريق نادي الشرطة اللي بعد هذه المباراة سيقابل فريق دهوك في واحدة من المباريات الكبيرة في دورينا. القوة الجوية 49 نقطة، طبعا الشرطة 44 نقطة. الطلبة أيضا حقق انتصار على نادي القاسم، بذلك ارتقى إلى المركز الثالث ب40 نقطة. لاحظ هنا الإعادة والاشتراك اللي كان مع حارس المرمى علي خالد، حارس المرمى لفريق الكهرباء. الكرخ أيضا بنتائج المميزة والانتصار يوم أمس على فريق نادي النفط. محاولة لديالة، يحاول أن يعدل في هذه الدقائق فريق ديالة. عملية الهجوم الآن، مرور ناجح، أحمد عايد حاول يانيك زاكري، لكن طارت على يانيك، تعود لمصلحة فريق ديالة. أقرب لعلاء مهاوي، إبراهيم تانديا، حاول يمر إبراهيم تانديا مع توجيهات أي المدرب يامن
الزلفاني مدرب فريق نادي ديالى. علي رحيم، عملية تغيير هناك على الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء، يدافع بشكل ممتاز خط الدفاع. هذا كولينز أوباري، يعيدها للخلف كولينز أوباري، عملية تمرير الأمام، تبادل كرة ما بين لاعبي فريق ديالى داخل منطقة جزاء فريق الكهرباء. أحمد عايد من أمام عمار داخل لوكاس، ضاعت على لوكاس، عادت لعلي مهدي لاعب الوسط لفريق نادي الكهرباء، لكن بعيدة كرة علي مهدي وصلت لحارس المرمى وسام محمد. كرة النقل الوسط، علي رحيم، مقتدى حسن لأياد عبد فرحان، أياد عبد فرحان. كهرباء هو الفرحان، طبعا هو الفرحان، كهرباء لحد الآن هو الفرحان. الله على مرور يانك زاكري، هناك خطأ لصالح نادي الكهرباء، ركلة حرة، ركلة حرة لصالح الكهرباء. لاحظ بهذا الانتصار طبعا لحد الآن فريق الكهرباء يرتقي مركزين للأمام. محاولة الهجوم الآن الكهرباء ممكن يضاعف النتيجة داخل منطقة الجزاء. اليوم هناك ثغرات في خط الدفاع لفريق ديالى. يامن الزلفاني، يعني اليوم في خط الدفاع الأمور غريبة طبعا بالنسبة لفريق نادي ديالى. علي أمهاوي يلعب على اليمين، علي رحيم يلعب قلب الدفاع. المشكلة في خط الدفاع بالنسبة لفريق نادي ديالى. وهذا زاكري، يانك زاكري، توج مع ادهوك ببطولة كأس العراق وأيضا بطولة الأندية الخليجية. اللاعب الإيفواري يانك زاكري جاء إلى الكهرباء في فترة الانتقالات الشتوية. ركنية الآن، ركنية الآن، الكهرباء بأمس الحاجة للانتصار للابتعاد من المركز الثامن عشر، المركز المتأخر، مع التقدم في حال الانتصار في هذا اللقاء إلى المركز السادس عشر. يتقدم على فريقي أمانة بغداد ونفط ميسان في حال تحقيق الانتصار. مصطفى داخل منطقة الجزاء لمصلحة فريق الكهرباء. إبراهيم تانديا المتراجع للخلف، مهاجم فريق نادي ديالى. هذا تانديا، إبراهيم تانديا من جديد، تغيير اللعب هناك على الطرف الأيمن لمصلحة فريق ديالى. مرور أكثر من رائع، ممكن الآن ديالى يعدل في هذه الدقائق. محاولة تستمر، مقتدى، عادة الوسط إلى بيتروس، بومال، علي، بيتروس من جديد. محاولة تبقى لمصلحة فريق ديالى. ممكن الآن آيات يحاول أن يمرر داخل منطقة الجزاء، وكولينز أوباري، كولينز أوباري في حالة تسلل الغاني. كولينز أوباري كولينز أوباري، لاحظ هنا اللقطة، هنا الإعادة. كولينز أوباري هذا سبق وأن لعب للزوراء طبعا. كولينز أوباري حالة تسلل، لوكاس من أمام أيمن محمود التونسي المدافع لفريق نادي ديالى. 5 لاعبين من تونس طبعا محترفين مع فريق ديالى. نتحدث عن شاب الصالحي وأيمن محمود، ثامر الصالحي وأيمن الصفاقسي، بالإضافة إلى بركات الحميدي. 5 لاعبين من تونس بالإضافة إلى المدرب، 6 مع فريق ديالى من تونس. عملية الهجوم الآن لمصلحة فريق ديالى، سقوط على أرضية الملعب قريبة من علم الزاوية لمرمى فريق الكهرباء. عملية تمرير الأمام، عملية القطع موجودة. أحمد عايد، يانك زاكري، الله على المهارة من يانك زاكري. يانك تخلص بكل سهولة من أمام لاعبي فريق ديالى، لكن أضاع روبن أكوا. أكوا يضيع هذه المحاولة. الآن ممكن إبراهيم تانديا، المالي وإلى خارج الملعب، وإلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. تدخل ممتاز من المدافع حسن خالد. هناك تغيير
تغيير. يبدو لي أن لوكاس سانتوس يشكو من إصابة. أوموتو، أوغستين أوموتو سيشترك الآن، اللاعب النيجيري. إذن أوموتو يشترك الآن بديل لوكاس سانتوس. هو سجل هدف والآن غادر للإصابة، إن شاء الله بالسلامة للوكاس سانتوس. روبن أكوا هو الآخر يشكو من إصابة. روبن أكوا اللاعب الغاني، إن شاء الله بالسلامة لروبن أكوا. أموتو اللي اشترك قبل لحظات. اللاعب القادم من الغراف هذا هو أموتو، يحاول تحضير في المنتصف. سبق أيضا لعب للطلبة أموتو. عملية الهجوم الآن يانيك زاكري. يانيك حاول التقدم، ضغط على يانيك زاكري من قبل دفاعات فريق نادي ديالى. العودة للخلف جهة اليسار، سجاد متقدم للأمام، يعيدها لعلي مهدي. علي مهدي، سوميلا، أوتارا، لكن بعيدة كرة أوتارا تصل لحارس المرمى وسام محمد. رغم أن فريق ديالى الآن يتأخر بهدف، لكن جمهوره لا زال يؤازر حتى هذه اللحظة، وصولا إلى الدقيقة 30. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي ودوري نجوم العراق لموسم 2025-2026، الجولة 21 لدوري نجوم العراق. اليوم طبعا هو الختام بلقاء دهوك والشرطة، وأيضا لقاء القرمة وأربي. علي رحيم حاول التقدم. علي، عملية تمرير الأمام بعيدة عن كولينز أوباري. عادة الوسط الآن لمصلحة فريق ديالى. أياد عبد فرحان حكم المباراة يشير للاستمرار مع مطالبة أياد عبد فرحان. هناك ثامر الصالحي حكم المباراة يشير لاستمرارية اللعب. حكم اللقاء أحمد جمعة. عملية الهجوم الآن لمصلحة فريق ديالى البرتقالي. هل يعدل خلال الشوط الأول؟ لكن بعيدة الكرة تصل لحارس المرمى علي خالد، اللي بدوره يتركها إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى. أوستين أوموتو، إن شاء الله بالسلامة لأوستين أوموتو اللاعب النيجيري، إن شاء الله بالسلامة لأموتو. يعني هو دخل بتغيير اضطراري لإصابة لوكاس سانتوس. هل من الممكن أن يغادر؟ حكم اللقاء يطلب من حارس المرمى علي خالد الإسراع. تنفذ ركلة المرمى للوسط الآن فريق ديالى، قريبة إلى بومال، بيتروس بومال. هيئة للوسط الآن عملية الهجوم. علي ينقل الوسط، علي رحيم، المحاولة تستمر لمصلحة فريق نادي ديالى. أياد عبد فرحان، عملية تمرير الأمام والبحث عن كولينز أوباري. أضاع على فريقه فرصة التقدم كولينز أوباري، بعدها استغل الكهرباء فرصة التسجيل وجاءت الفرصة وسجل لوكاس. هنا أموتو، حاول يمر أموتو أمام دفاعات فريق ديالى، قريبة لمنطقة الجزاء. مر أموتو يسدد على المرمى، لكن تصطد بدفاعات فريق ديالى وتصل لحارس المرمى وسام محمد. لاحظ واضح الارتباك للاعبي فريق ديالى وحارس المرمى. الوضعية ليست على ما يرام بالنسبة لدفاع ديالى، وأيضا حارس المرمى بتسرع غير مبرر، لأن الوقت لا زال وقت طويل من عمر المباراة. لذلك بهذا التسرع حارس المرمى يفقد الكرة لتصبح ركلة ركنية لصالح نادي الكهرباء. هذا أوستين أوموتو، ركنية للكهرباء على القائم الأيمن لمرمى ديالى. الكهرباء
داخل منطقة الجزاء خطيرة، لكن عملية الإبعاد من وسام محمد. ممكن المرتدة الآن اياد عابد فرحان. هناك خطأ لحارس المرمى، خطأ لحارس المرمى، اشتراك مع حارس المرمى لفريق ديالى. على اثر حكم المباراة اعطى خطأ لمصلحة فريق نادي ديالى. رمية جانبية لديالى على أمهاوي. تنقل الوسط، مصطفى يخسر الكرة. مصطفى اياد الى تانديا، عمار داخل تانديا، خطأ لصالح ديالى. ركلة حرة، ركلة حرة للبرتقالي. تانديا، حسن خالد يرتكب الخطأ مع وجود ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي ديالى. يبحث عن التعديل، بينما فريق نادي الكهرباء يبحث عن تعزيز هدف التقدم بهدف آخر. يخرج من الشوط الأول بأريحية فريق نادي الكهرباء. محاولة الهجوم الآن، ممكن التعادل، خطيرة على المرمى. وعلي خالد، وعلي خالد بخروج موفق من أمام أيمن محمود. أيمن محمود عنده هدفين على نادي القاسم وعلى بغداد. أيمن محمود هو سجل هدف أيضا على الشرطة، لكن الهدف أكيد سيلغى بعد إلغاء نتيجة 2-1 لتصبح 3-0 بقرار اتحادي. أيمن محمود سجل في مرمى الشرطة، لكن فريق ديالى طبعا مرتين خسر بقرار اتحادي أمام الميناء وأمام الشرطة، وفاز أيضا بقرار اتحادي على حساب الموسم. يعني 3 مباريات من المباريات السبعة اللي كان فيها القرار الاتحادي موجود، فريق ديالى 3 منها كان طرف، 2 منها خسر أمام الميناء وأمام الشرطة، وفوز على فريق نادي الموصل. من أصل 7 مباريات خلال هذا الموسم انتهت بقرار اتحادي. كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة فريق ديالى قريبة لمنطقة الجزاء، خطيرة على مرمى فريق الكهرباء اللي يدافع عن نتيجة المباراة وعن هدف التقدم حتى هذه اللحظات قبل نهاية الشوط الأول ب9 دقائق. كرة النقل الوسط، عملية الهجوم، علي رحيم. علي يحاول يهيئ الكرة الأمام، لكن قطع ممتاز عن طريق مصطفى صلاح، لكن الإبعاد من أمام مصطفى إلى خارج أرضية الملعب لرمية جانبية. هذا أيمن محمود، أيمن محمود اللاعب التونسي. لدينا المهاجم أيمن الصفاقس موجود على دكة البدلاء. رمية جانبية، تنقل الوسط، حكم المباراة يعطي مبدأ إتاحة الفرصة لفريق ديالى. هذا تانديا، هي كرة جهة اليسار، البرتقالي هل يعدل أمام الكهرباء المتحفز لنقاط هذه المباراة على حساب ديالى. محاولة تبعد أقرب لروبن أكوا، هي كرة إلى جهة اليسار، سجاد خليل، سجاد خليل، والكهرباء يحاول على مرمى فريق ديالى أقرب لأموتو. أموتو يحاول الضغط على دفاعات فريق ديالى داخل منطقة الجزاء. أحمد عايد يتركب دوره إلى مصطفى صلاح، مصطفى صلاح، لكن تسديدته خاطئة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لمصلحة فريق ديالى. هذا هو مصطفى صلاح. طبعا الموسم الماضي الكهرباء فاز على ديالى 2-1، ومباراة الإياب انتهت 1-1، لكن هذا الموسم ديالى هو من حقق الانتصار على الكهرباء. كرة النقل الوسط، جمهور حاضر بقوة في هذا اللقاء في ملعب ديالى وعلى مدرجات ملعب ديالى. جماهير ديالى دائما تجدها حاضرة مؤازرة في كل مباريات ديالى، سواء كان على ملعبه أو خارج ملعب. رمية جانبية، تنفذ رمية جانبية، عملية تمرير الأمام، ضغط من سجاد أو علي مهدي، عملية تغيير أيمن محمود.
علي علاء مهاوي يطلب الكرة أقرب لتانديا. تانديا إبراهيم تانديا يحاول يمر إبراهيم تانديا اللاعب المالي، ينقل الوسط إلى بومال. بيتروس بومال اللاعب الكاميروني داخل منطقة الجزاء، وتانديا داخل 6 ياردات. وحكم اللقاء ماذا يشير؟ أعتقد ركلة مرمى، قد يكون هو كولينز أوباري آخر من لمس الكرة. لاحظ هنا الإعادة، هنا التمريرة من تانديا داخل منطقة جزاء الكهرباء، وكولينز أوباري مع المدافع سوميلا أوتارا. كرة عالية الأمام، ثامر صالحي لأيمن محمود. علاء مهاوي، علاء مصطفى صلاح يقطع الكرة من أمام علاء مهاوي لأحمد عايد. الله على أحمد عايد، الله على مهارة أحمد عايد. عملية تمرير يانيك زاكري داخل منطقة الجزاء، لكن طارت على يانيك زاكري، وصلت لحارس المرمى وسام محمد باليد من وسام. علي رحيم، علي كرة أمامية من عمار داخل منطقة الجزاء، خطيرة الآن، ممكن يعدل. كولينز أوباري هي كرة للخلف، لكن عادت لدفاعات فريق الكهرباء. كولينز أوباري هنا تصطد ويطالبون بشيء داخل منطقة الجزاء. إن شاء الله بالسلامة بالسلامة بالسلامة. هذا يانيك زاكري، تعود إلى مصطفى صلاح. صيحات جماهير فريق ديالى يطالبون بلمسة يد، يطالبون بركلة جزاء. وحكم المباراة ماذا هناك؟ هل هناك لمسة يد؟ كرة النقل الوسط ديالى بانتظار التوقف، ومن ثم قد تكون هناك عودة إلى الفار في هذه اللقطة. قد تكون هناك عودة إلى الفار في هذه اللقطة لمحاولة ديالى على مرمى الكهرباء. محاولة الهجوم الآن لمصلحة فريق نادي ديالى. عملية القطع موجود من سجاد، محاولة زالت قائمة، عملية القطع أيضا، وهنا خطأ لصالح نادي الكهرباء. هذا علي مهدي، علي مهدي. هل هناك عودة إلى الفار؟ هل هناك قرار؟ لاحظ هنا التدخل من اياد عبد فرحان. لاحظ صيحات الجماهير، ارجع للفار، ارجع للفار. مطالبة حكم المباراة بالعودة إلى الفار. هذه هي اللقطة، هذه هي اللقطة. هذا هو عباس قاسم، لكن أعتقد هو من لمس الكرة ليس عباس قاسم. حكم المباراة يشير للاستمرار. لا وجود لخطأ، لا وجود لركلة جزاء. يانيك زاكري، زاكري والثاني يضيع على زاكري. وسام محمد يتدخل بمحاولة يانيك زاكري الإيفواري. لاحظ هنا الإعادة، هنا المحاولة، هنا الثغرات الدفاعية الموجودة لدى لاعبين فريق نادي ديالى، كان ممكن أن تكلفهم هدف ثاني، لكن هذه المرة يتصدى حارس المرمى وسام ببراعة وإنقاذ الموقف. لاحظ هنا الإعادة، حكم المباراة أعطى مبدأ إتاحة الفرصة لفريق الكهرباء، وسدد يانيك زاكري على يمين الحارس، لكن وسام محمد يتصدى وينقذ مرمى من هدف ثاني. هنا الركلة الركنية الثالثة للكهرباء على مرمى فريق نادي ديالى. هذا هو يانيك زاكري، يانيك زاكري اللاعب الإيفواري. ركنية تنفذ بعيدة إلى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح ديالى، رمية جانبية لصالح ديالى. أحمد جمعة حكم اللقاء. علاء مهاوي على التنفيذ للرمية الجانبية لصالح ديالى، تنفذ الرمية الجانبية. اياد عبد لعلاء، حاول ايصال الكرة الى بومال، لكن القطع من امام بومال ومرت بعيدة الى خارج ارضية الملعب لرمية جانبية. حسن خالد، طالت على حسن خالد الى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي ديالى، تنفذ الرمية الجانبية. كولينز متراجع للوسط، هذا اموتو، حاول يمر اموتو، لكن حارس المرمى وسام محمد يبعدها الى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح نادي الكهرباء. رمية جانبية للكهرباء. رمية جانبية، هذا مقتدى
حسن لاعب ومدافع فريق نادي ديالى. مقتدى كان واضح في الصورة، رمية جانبية. هنا تغيير في الرمية الجانبية بالفعل، قرار المساعد الأول عبد الرحمن صالح، تغيير في الرمية الجانبية. مصطفى صلاح، كرة الوسط، روبن أكوا، تانديا، عائدة إلى مقتدى، عائدة لحارس المرمى وسام. عملية التحضير الأمام للاعبي فريق ديالى. نقترب من نهاية الشوط الأول. عملية تغيير اللعب إلى علاء مهاوي. علاء حاول التقدم، علاء لكن بعيدة طالت إلى خارج الملعب. لاحظ المدرب التونسي لديالى يامن الزلفاني يطالب لاعبيه التقدم للأمام للضغط على دفاعات فريق الكهرباء. لاحظ هذا التغيير في الرمية الجانبية. دفع على اموتو مع وجود خطأ لأيمن محمود لاعب ومدافع فريق ديالى. هذا مصطفى صلاح، ركلة حرة مباشرة لصالح ديالى من منتصف الملعب البرتقالي من أجل التعديل. ديالى أمام الكهرباء اللي كانت الصعقة من الكهرباء لفريق ديالى عن طريق اللي لوكاس سانتوس اللي غادر المباراة للإصابة. هدف لوكاس سانتوس لا زال حاضر حتى هذه اللحظات. كرة النقل جهة اليمين الآن لمصلحة فريق ديالى. عملية تحضير في المنتصف، عادت مرة أخرى وهنا قطع وخطأ وركلة حرة لمصلحة فريق ديالى. هذا سجاد خليل. 45 دقيقة انتهت. اياد عبد فرحان يحصل على خطأ. ركلة حرة. هل يتمكن ديالى من التعديل قبل النهاية للشوط الأول أم سيحافظ الكهرباء على هدف التقدم ويفكر المدرب أحمد عبد الجبار في الشوط الثاني وما يفعل في الشوط الثاني؟ وأيضا الحديث سيكون مطول ليامن الزلفاني مدرب فريق ديالى من خلال الفترة ما بين الشوطين لفريقه من خلال هذا اللقاء. هذا علي رحيم، عباس قاسم وعلي رحيم كلاهما لعب مع الزوراء وتألق مع الزوراء. عباس قاسم كمدافع وعلي رحيم كلاعب وسط. إذا 3 دقائق، الاثنين لعبوا للزوراء، للنوارس، للفريق الكبير، للزعيم. المباراة اللي تقام بنفس التوقيت لغاية الآن 1-1 ما بين الزوراء ونوروز. الزوراء تقدم أولا عن طريق أكام هاشم وسجل نيتو أكارا هدف التعادل لفريق نوروز. هذا روبن أكوا يرتكب خطأ، بطاقة صفراء على روبن أكوا، بطاقة صفراء على روبن أكوا. ركلة حرة مباشرة. علاء مهاوي، بالسلامة إن شاء الله لعلاء مهاوي، بالسلامة لعلاء، لكل اللاعبين في هذا اللقاء. كهرباء فقد مهاجم ممتاز هو لوكاس سانتوس للإصابة، هو الهداف لفريق الكهرباء ب6 أهداف. ركلة حرة تانديا، تنفذ الركلة الحرة قريبة لمنطقة الجزاء. عملية الإبعاد، ضغط من قبل لاعبي ديالى على دفاعات فريق الكهرباء اللي يدافع عن النتيجة وعن التقدم، وعملية الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. هذا كولينز أوباري. لو سجل كولينز أوباري قبل أن يسجل الكهرباء لاختلفت الأمور تماما في هذا اللقاء، لكن كولينز أوباري أضاع فرصة بشكل غريب، وبالتالي استغل فريق نادي الكهرباء الفرصة وسجل عن طريق اللاعب لوكاس سانتوس. رمية جانبية لديالى، تانديا داخل منطقة الجزاء، سهلة لعلي خالد حارس المرمى للكهرباء. الكهرباء بدأ المشوار مع المدرب الكبير طبعا راضي شنيشي، بعد ذلك تغيرت الأمور وجاء إدارة فريق الكهرباء واستعانت بخدمات المدرب أحمد عبد الجبار اللي لحد الآن جيد من خلال النتائج مع فريق نادي الكهرباء، لكن لا زال فريق الكهرباء في صراع كبير من أجل الابتعاد عن المراكز الأخيرة، لكن ديالى في منتصف الترتيب في المركز 11 متساويا بنفس الرصيد
مع فريق نادي دهوك طبعا العاشر. كرة النقل داخل منطقة الجزاء خطيرة على مرمى الكهرباء، لكن حارس المرمى علي خالد. حارس المرمى علي خالد. إذن في هذه الأثناء أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، حكم اللقاء أحمد جمعة يطلق الصافر النهائي الكامل للشوط الأول للقاء ديالى والكهرباء، لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي الكهرباء بهدف لا شيء لمصلحة ديالى. استراحة قصيرة ثم العودة وإياكم أحبة المشاهدين في مطلع الشوط الثاني لهذا اللقاء. أجواء صعبة على الغراف مع الأمطار. أورينهو قد يعيد الكرة. الله الله، قاذفة لهب عنوانها سامبا برازيلي لابن سيليساو يسجل ويضع الكرة في المرمى وسط وضعية كما هي كما عهدناها. أيوب أوديشو تتحرك مدرجات استاد المدينة. لاحظ كما فعل فيربيل، تقدمت وصلت وضعت أمام أورينهو يسدد بنفس الطريقة. حارس المرمى لا يسيطر والتصدي ليس في محله والكرة إلى المرمى إلى الجول. 1-0 لأبناء الخابور، 1-0 لفرسان الشمال، 1-0 عن طريق أورينهو العملة المعتادة في التسديدات البعيدة. البرازيلي راقص السامبا الجديد يسدد ويسجل. إليو يتقدم، لاعب ممتاز أيضا. أورينهو لكرة لتسديدة جديدة لحضور جديد. أنطوانيو عالمي في لمسة واحدة بلمحة واحدة، وكأنك السلطان وكأنك زلاتان. هذه كرة جميلة يا عطوان، مبهر، عالمي على طريقة الكبار، على طريقته الخاصة، بلمسة رائعة، بلمحة جميلة، ببراعة، بحرفنة، باحتراف. أي وصف يليق بك يا لعيب، يا فنان، يا كبير، يا هداف. محمد منصر على التنفيذ. عالية الكرة بالراس، جول فعلها ماسس اللي سجل في شباك القاسم والكرخ، يسجل هدف الشخص الثالث بكرة رأسية، ويسجل الهدف رقم 68 بكرة رأسية، بعد أن سجل يونس حمود هدف بكرة رأسية في شباك نادي القاسم. يسجل الآن ماسس الهدف الشخص الثالث له والأول في المباراة بالدقيقة 68 في شباك نفط ميسان. بالدقيقة 68 ماسس يسجل من كرة رأسية هدف التقدم. شوف الارتقاء، يا سلام، مرت على يسار الحارس أمجد رحيم. شوف وهدف جميل برأسية جميلة، هي 68 هذا الموسم، الرأسية 68 اللي تعانق الشباك، والهدف الأول للطلبة بالدقيقة 68 من عمر المباراة. الهدف رقم 68 برأس ويسجل بالدقيقة 68 من عمر المباراة. ولمصطفى من جديد، مصطفى والعرضية والرأسية. الله الهدف الأول لمصلحة نادي الكرخ
وبأقدام من؟ بأقدام يونس حمود خامس الهدافين. يسجل، يدون، ويرتقي من هناك بأول أهداف المباراة، يعطي هدف الأسبقية ليكون رابع الهدافين، ويعادل علاء الدين الدالي هداف نادي الموصل ورابع الهدافين. يونس حمود يقتنص الهدف الأول، يونس حمود، ويتابع الكرة بعرضية رأسية صهيب رعد، العارضة احترمتها نعم وتصدت لرأسية اللاعب صهيب، ولكن عاد وتابع من هناك اللاعب يونس حمود. نعم هنا يتواجد مركز الخطر، هنا هذا اللاعب الذي لا يمكن أن يترك وحيدا، يتابع الكرة الماضية يقتنصها نعم في وظيفته المميزة، في وظيفته المعتادة. يحافظ، ينطلق، يمرر على جهة اليمين، المحاولة للهدف الثاني، المراوغة، التصويبة، المتابعة، وفي النيران الصديقة ينهيها اللاعب إليسو بهدف ثاني لمصلحة الكرخ، الهدف الثاني للكناري، الهدف الثاني لمصلحة الأصفر، وبمجهود فردي انطلق من هناك في وسط الميدان حسين زياد، ومن هناك أنهاها محمد خالد كوفي، يراوغ ويمرر نعم ويسدد، ومن هناك يكتب الهدف الثاني. ولكن حدثني عن انطلاقة يونس في وسط الميدان، محاولة يونس نعم في وسط الملعب، وفي النهاية التصويبة باشتراك نعم ومساعدة من إليسو أسكنها في شباك فريق نادي القاسم لتعلن عن ثاني الأهداف لمصلحة نادي الكرخ في هذه اللحظات. اصطدمت بسيف الدين ظاهر والقائم ودخلت واقتحمت، تعاند الكرة الماضية فريق نادي القاسم لتعمق من جراحات هذا الفريق بهدف ثاني في هذه اللحظات. نتيجة 2-0 في 20 دقيقة متبقية من هناك، محاولة عن طريق يونس، المرور، التقدم، التصويبة، المتابعة، خطيرة، جول جول، الله 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 الله، ويأتي الدور على صهيب للتسجيل، ساهم وصنع وبادر بتسجيل الثنائية. الآن يأتي الدور عليه لإسكان الكرة في الشباك، لتسجيل الهدف، لمشاركة زملائه بتسجيل الأهداف، نعم ليحمل على عاتقه مسؤولية الانتصار، تحقيق هذا الفوز بلا شك. نعم هو نجم اللقاء بمساهمته، بإبداعه، بتألقه في هذه المباراة، شارك نعم كبديل طارئ بديلا لمصعب جمال، وإذا بمشاركته تكون سببا وسبيلا لتحقيق هذا الانتصار، لتحقيق وتسجيل حتى هذه الأهداف. صنع وساهم بهدفين، والآن يسجل الهدف الثالث اللاعب مصعب نعم أو اللاعب صهيب رعد الذي يعود ويسجل الآن بكرة ارتدت نعم من الدفاعات وعادت ليضعها على يسار الحارس. جول للصقور محمد جواد يسجل للقوى الجوية جماهير الصقور، وجواد اي نعم جواد على الميعاد، ويسجل للقوى الجوية. محمد جواد يفتتح التسجيل، رايح جاي محمد جواد سجل في النجف ويسجل الآن في بغداد في مباراة 2-0 سجل، ويسجل الآن محمد جواد يفتتح التسجيل لنادي القوى الجوية. لاحظ الكرة من محمد سامي، الأخطاء، الله، محمد جواد يسجل للصقور. هو ما محتاج إلى الهدايا ما بين علي فايز والنقاز، وبالتالي جواد يفتتح التسجيل
للقوى الجوية. هدف 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 في مرمى النجف. سجل القوى الجوية من كرة، شوف المخرج جاب لنا محمد سامي ومحمد جواد وصبحي عصام بهدف ثاني، لكن ربما الرايع. خلينا نشوف القرار. ثاني للقوى الجوية عن طريق العماني برأسية جميلة. هل هناك شيء؟ بهذه اللقطة أعتقد لا وجود للتسلل، لكن يبقى شوف صبحي وبرأسية جميلة. عصام الصبحي اللاعب العماني باللقطة الماضية. ثاني للقوى الجوية، ثاني اعتقد هدف ثاني لم يكن متسللا باللقطة الأولى، ولكن ننتظر. أحمد قاسم يتمناها محمد قاسم، تتمناها جماهير الميناء، ولكن جماهير القرمة لا تتمناها. هدف أول للسفانة للميناء، يتقدم بأول أهداف المباراة. الميناء يتقدم بأول أهداف المباراة عن طريق محمد قاسم الصيف، رابع أهدافه من خلال هذا الموسم ومن ركلة جزاء. وهنا الصورة لمدرب الفريق حسين عبد الواحد في أول مباراة مع الفريق، والفريق يتقدم بأول الأهداف. هنا الجماهير وفرحة الجماهير على المدرجات بكل تأكيد بهذا التقدم وبهذه الكرة التي تحصل فيها كيسيندا على ركلة الجزاء. بعد ذلك تأتي الصافرة ويأتي التنفيذ، والكرة مرت بهذه الطريقة على محمد حميد لتكون داخل الشباك، ليتقدم فيها الميناء بأول أهداف هذه المباراة. الميناء بياسين سامية لثاني، خلاص الله الميناء السفانة جول ثاني، هدف ثاني لسفانة البصرة للميناء العريق. يتقدم بثاني الأهداف، خلص المباراة الميناء. السفانة يفعلها، ولكن برافو لرضا ماجي. وبعد ذلك يأتي البديل ياسين سامية مع أول كرة، مع أول محاولة يضع الكرة داخل الشباك لينهي المباراة ليتقدم فيها الميناء بهدف ثاني. هدفين، خلاص المباراة ستنتهي. الهدف جاء في الوقت المحتسب بدل عن الضائع. فوز من خلال قرار اتحادي على نادي أربيل. كرة أمامية، هذه خطيرة، الله، جول أول يأتي لمصلحة نادي النفط. الله، سجل ستار ياسين يقص شريط الأهداف بهذه اللحظات لمصلحة نادي النفط. يسجل الآن بهذه اللحظات جول لنادي النفط. يسجل الآن ستار ياسين هدف في مرمى نادي أمانة بغداد. هو كان يلعب سابقا مع نادي أمانة بغداد، واليوم يسجل في شباكهم ستار ياسين. جول يأتي لمصلحة نادي النفط مع بداية اللقاء. هذه كرة مرت على عمار علي على يسار حارس المرمى. هذه الكرة الرائعة الجميلة، بعد ذلك المتابعة وضعها بأريحية في شباك مرمى نادي أمانة بغداد. هدف أول يأتي لمصلحة القمصان البيضاء. نادي النفط يقص شريط الأهداف بهذه اللحظات. لكن هذه كرة، الله،
جول سجل أسود العاصمة، سجل جبار كريم. الله 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 يسجل بهذه اللحظات. نادي أمانة بغداد يعود لمعادلة النتيجة 1-1 بهذه اللحظات لمصلحة نادي أمانة بغداد. لم نشاهد الكرة الماضية ولكن نشاهد احتفالية جبار كريم. هذه الكرة الماضية، هذا الدخول، هذا المرور. الله 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 على كرة رأسية. جبار كريم لا يخطئ أمام المرمى، لا يخطئ أمام المرمى. مثل هكذا كرات، مثل هكذا فرصة يسجلها جبار. وحتى بالنسبة للتبديلات الموجودة ربما في الدقائق القادمة، كرة لا زالت داخل منطقة الجزاء. الله، جول ثاني نفطي بهذه اللحظات. جول يسجل لمصلحة نادي النفط. الله الله، سجلوا في الشوط الأول هدف التقدم، الآن يتقدمون من جديد نادي النفط بهدف ثاني. هدف ثاني يأتي لمصلحة نادي النفط عن طريق جبيس إذن هذه عودة وانتقال من جديد أحبتي المشاهدين ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، ولقاء الكهرباء وديالى بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي لصالح الكهرباء بهدف لا شيء. سجل عن طريق اللاعب البرازيلي لوكاس سانتوس، هو اللي سجل لفريق نادي الكهرباء، وأنهى من خلاله الشوط الأول الكهرباء متقدما على فريق ديالى بهدف مقابل لا شيء. رمية جانبية لديالى اللي بدأ يلعب من اليمين لليسار، بينما فريق الكهرباء يلعب من اليمين لليسار بألوانه البيضاء من أجل العودة بنقاط المباراة على حساب الكهرباء. إذن 3 لاعبين غادروا من فريق ديالى من خلال الشوط الثاني، كولينز أوباري، ودخول اللاعبين محمد حسن، بالإضافة إلى لاعب عبد المجيد صبارة اللاعب اليمني. 3 لاعبين أشركهم المدرب. هذا حسن خالد يغادر من تشكيل فريق نادي الكهرباء. تغيير ثاني للكهرباء و3 تغييرات للمدرب يامن الزلفاني من خلال الشوط الثاني لهذا اللقاء. هنا خطأ لصالح نادي الكهرباء، أحمد عبد الجبار والحديث. هذا بركات الحميدي أيضا اشترك مع فريق ديالى، بالإضافة إلى عبد المجيد صبارة، وأيضا اللاعب الخبرة اللي اشترك مع فريق ديالى طبعا هو اللاعب محمد حسن. 3 لاعبين أشركهم في مطلع الشوط الثاني المدرب يامن الزلفاني على أمل العودة بنتيجة المباراة. يفكر الآن بأن يعدل النتيجة وبعد ذلك يفكر بالنتيجة النهائية. هنا أوستين أموتو يانيك زاكري قريب من الخط الجانبي. يانيك زاكري، هناك تدخل وخطأ لمصلحة فريق الكهرباء. ركلة حرة لصالح الكهرباء. يانيك زاكري، هذا هو عبد المجيد صبارة اللاعب اليمني، يتلقى بطاقة صفراء. عبد المجيد صبارة، خطأ لصالح نادي الكهرباء. ركلة حرة مباشرة. هنا البطاقة لعبد المجيد صبارة. في البداية كان بومال في التدخل، لكن اعتقد
عبد المجيد صباره نتيجه الاعتراض. عمليه الهجوم الان اياد، تمرير الامام اقرب لبومال، هي كره الى جهه اليسار. تانديا حاول المالي، تانديا هجوم الان، مرور لتانديا داخل منطقه الجزاء، داخل منطقه الجزاء ممكن الان، لكن مرت على بومال، مرت على بومال، والتغطيه من عباس قاسم بعد ذلك تصطد ببومال وتصبح ركله مرمى لصالح نادي الكهرباء. هذا هو عباس قاسم لاعب وكابتن نادي كهرباء. هنا كرة عالية للأمام قريبة لمنطقة الجزاء، عائدة للحارس علي خالد، خطيرة على مرمى فريق الكهرباء. أوتارا يعيدها بهذه الطريقة، كان ممكن يخطئ اللاعب أوتارا لكن لعبها بعيدة عن الحارس علي خالد. كان هناك ضغط على حارس المرمى لفريق نادي الكهرباء مع وجود خطأ الآن. خطأ الآن أيمن محمود، يشكو من الإصابة إن شاء الله بالسلامة لأيمن محمود. محمد حسن والاعتراض. لاحظ هنا أوسين أموتو، بالسلامة إن شاء الله لأيمن محمود، والخطأ لصالح نادي الكهرباء. حسن نعيم اشترك بديل لحسن خالد من جانب فريق نادي الكهرباء. تغيير آخر للمدرب أحمد عبد الجبار مدرب فريق نادي الكهرباء. هذا بومال يامن الزلفاني، وهناك من الجهة البعيدة طبعا صادق سعدون المساعد ليامن الزلفاني. صادق سعدون، لاحظ هنا اللقطة في الإعادة لمرة ثانية، والخطأ يحتسب لصالح نادي الكهرباء مع وجود ركلة حرة. تحية من جماهير ديالى للاعب أيمن محمود إن شاء الله بالسلامة، للتونسي أيمن محمود مدافع لفريق ديالى. خطأ يشير لحكم المباراة، هذا مقتدى حسن. ركلة حرة للكهرباء. هل هناك صاعقة أخرى من الكهرباء على مرمى فريق ديالى؟ خطيرة ممكن أوستين أموتو، ومرت إلى الخارج، ومرت على أوستين أموتو اللاعب النيجيري والنسر النيجيري لفريق نادي الكهرباء. لاحظ الإعادة داخل منطقة الجزاء، وفي اللحظة الأخيرة عملية الإبعاد إلى خارج الملعب لركلة ركنية لصالح الكهرباء. أموتو مرت من أمام أموتو لتبعد إلى خارج الملعب لركلة ركنية لصالح نادي الكهرباء. هذا يانيك زاكري، ركلة ركنية على القائم الأيمن. كهرباء يبحث عن هدف ثاني، هدف اطمئنان على نقاط المباراة. سجاد خليل يعيدها إلى مصطفى صلاح، مصطفى يحاول التلاعب بلاعبي فريق ديالى. عودة محمد حسن يعيدها للخلف، محمد عملية تمرير للأمام. هجوم الآن سوميلا، أوتارا لاعبي فريق نادي الكهرباء، وعملية تمرير إلى يانيك زاكري، ويانيك زاكري لكن أيمن محمود في اللحظة الأخيرة يبعد كرة خطيرة لفريق الكهرباء. الكهرباء ناوي على نتيجة المباراة وعلى 3 نقاط. لاحظ الإعادة وخروج غير موفق لحارس المرمى وسام محمد لولا التدخل في اللحظة الأخيرة من أيمن محمود اللي أنقذها وأبعدها إلى خارج الملعب لركلة ركنية لصالح الكهرباء. قريبين فريق الكهرباء من تسجيل هدف ثاني يعطيهم الاطمئنان أكثر على نتيجة المباراة. نتيجة 1-0 غير مطمئنة للكهرباء وأيضا لفريق ديالى. كرة على القائم القريب، خطيرة على مرمى ديالى أداء غير مرضي، غير مقنع خلال هذا اللقاء. كرة النقل عبد المجيد صبارة، لكن ضغط من علي مهدي. مصطفى بعيدة، مصطفى صلاح إلى خارج الملعب لركلة مرمى لصالح نادي ديالى. هذا هو مصطفى صلاح، تنفذ ركلة المرمى. عملية تغيير اللاعب لجهة يسار ديالى، يحاول أن يعدل الآن
محمد حسن، عودة للخلف، ثامر الصالحي، عبد المجيد حاول صبارة ينقل كرة أمامية، دفاعات الكهرباء وعملية الإبعاد إلى خارج الملعب. سميلة أوتارا اللاعب البوركيني مدافع فريق الكهرباء، عملية القطع موجودة لفريق ديالا. الصراع لا زال في منتصف الملعب، هذا مومال ينقل الوسط إلى علي رحيم. محمد حسن حاول يغير لجهة اليسار، مقتدى يطلب الكرة لكن غير راية. طبعا محمد حسن يلعبها للوسط إلى علي رحيم. أياد حاول يمر أياد، عبد فرحان ضغط على أياد من قبل يانيك زاكري اللاعب الإيفواري، هناك خطأ على أياد وركلة حرة لصالح نادي الكهرباء. ركلة حرة للكهرباء، هذا هو يانيك زاكري. أياد عبد فرحان عنده هدفين على نادي القاسم وعلى أربيل. أياد عبد فرحان مثل عدة أندية منها زاخل، ميناء، نوروز، نفط البصرة. أياد عبد فرحان، لاحظ هذا ثامر الصالحي والتدخل بهذه الطريقة، بطاقة صفراء على ثامر الصالحي، وقبل كانت على عبد المجيد صبارة. هنا بطاقة صفراء ثامر الصالحي. أوستين أموتو، سجاد خليل، أحمد عايد، سجاد لأحمد عايد، حاول يمر أحمد عايد، ضغط على أحمد عايد. بومال هي كرة الأمام، تانديا يضغط على مدافعي الكهرباء، بعاد من أمام تانديا، تعود للوسط علي مهدي، غير لعب للجهات البعيدة، مرت على مصطفى صلاح أقرب لدفاعات نادي ديالا. أيمن يعيدها لحارس المرمى وسام، أيمن محمود من جديد لاعب ومدافع فريق ديالا، يحاول التقدم أيمن، لحد الآن لم يجد الفرصة فريق نادي ديالا من أجل العودة. هنا محاولة داخل منطقة الجزاء لكن مرت على لاعب ومهاجم فريق نادي ديالا، بركات الحميدي، اللاعب التونسي بركات الحميدي اللي اشترك بديل لأوباري اللي غادر أرضية الملعب. طبعا أوباري بالإضافة إلى علاء مهاوي وعمار داخل، اللاعبين اللي استبدلوا خلال مطلع الشوط الثاني لهذا اللقاء، وإشراك 3 لاعبين، محمد حسن، بركات الحميدي وعبد المجيد صبارة. بينما على الجانب الآخر تغييرين، دخول حسين نعيم وأوستين أموتو، خروج حسن خالد وسانتوس. كرة في الوسط لفريق ديالا، محمد حسن أمامية من محمد، ضغط وتدخل بطريقة وتهور، وهنا بطاقة صفراء وحمراء لعبد المجيد صبار، حمراء لعبد المجيد صبار. هو قبل قليل تحصل على بطاقة صفراء وهذه الثانية لعبد المجيد صبارة، وبالتالي عبد المجيد صبارة بدخوله إلى المباراة في مطلع الشوط الثاني الآن يغادر بالبطاقة الحمراء. عبد المجيد صبارة يرتكب خطأ وبطاقة صفراء ثانية وحمراء. لاحظ هنا الدخول بهذه الطريقة بتهور يعني مشكلة. اللاعب المفروض يكون حذر، هو عنده بطاقة صفراء، المفروض فريقه متأخر ويكون أكثر حذر، لكن بهذه الطريقة يعني كلف فريقه الكثير. فريقه الآن خاسر وسيلعب بالنقص العددي. عبد المجيد صبارة يدخل في الشوط الثاني ويغادر في الدقائق العشر الأولى من بداية الشوط الثاني. عبد المجيد صبارة يتلقى البطاقة الحمراء ويغادر مع توجيهات المدرب أحمد عبد الجبار مدرب الكهرباء، هذا العماني مساعد المدرب
يامن الزلفاني حديث قريب للخط الجانبي. لاحظ اعتقد يتحدث حكم المباراة مع حكم الفار ليث فرحان. لاحظ هنا الدخول على سجاد خليل بهذه الطريقة من عبد المجيد صبارة. عبد المجيد صبارة بهذه الطريقة والتدخل، وبالتالي يعني في أقل من 3 دقائق عبد المجيد صبارة يتلقى بطاقتين صفراء ومن ثم الحمراء. لاحظ هذه البطاقة الثانية والحمراء. هذا هو اللاعب اليمني عبد المجيد. بطاقة حمراء. بطاقة حمراء. من السلامة إن شاء الله لسجاد خليل مع وجود خطأ لفريق الكهرباء. الآن يكمل المباراة فريق ديالى ب10 لاعبين، ب10 لاعبين وهو متأخر بنتيجة المباراة. هذا ثامر الصالحي مدافع والكابتن لفريق ديالى، اللاعب التونسي. ثامر مر بمهارة يلعبها لأيمن محمود جهة القريبة. هناك خطأ وتدخل وركلة حرة لصالح نادي ديالى، ركلة حرة لصالح نادي ديالى. هذا أوستين أموتو اللاعب النيجيري. يامن ركلة حرة لمصلحة فريق نادي ديالى. حارس المرمى وسام محمد. لاحظ تعادل في الأخطاء، اكتسبت 9 أخطاء لديالى و9 للكهرباء. هذا بومال، ضغط من مصطفى صلاح على بومال، مرت على بومال إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية للكهرباء. هذا هو مصطفى صلاح. محمد حسن اللاعب اللي لعب لعدة أندية طبعا، حتى لعب للشرطة بال 2017، لعب لأمانة بغداد، للصناعة، للديوانية، لأربيل آخر محطاته كانت. الآن هو موجود مع فريق ديالى الموسم الثاني. محمد حسن كرة النقل الوسط لمصلحة فريق ديالى. عملية تغيير اللعب هنا على الطرف القريب. عادت عملية الإبعاد للمنتصف. أياد عبد فرحان ضغط على أياد، محاولة تستمر. بومال فريق ديالى بالنقص العددي، هل يعدل النتيجة؟ هل يعود لأجواء المباراة؟ على الأقل يتعادل خلال هذا اللقاء. قطع من عباس قاسم، عادت لسجاد خليل، عيدة إلى جهة اليمين سجاد خليل. حسن نعيم، كرة طويلة من حسن نعيم، عادت من جديد. تعود لديالى. محمد حسن للوسط، محمد أيمن محمود إلى بيتروس. بومال، بومال عادت لمصلحة فريق نادي ديالى. عملية الهجوم الآن داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى فريق الكهرباء، وحكم المباراة يرسل الاستمرار. تانديا يطالب بشيء داخل منطقة الجزاء. هذا إبراهيم تانديا، إبراهيم تانديا يطالب بشيء داخل منطقة الجزاء. عملية الهجوم الآن يانيك زاكري، زاكري حاول يمر الإيفواري. يانيك زاكري قدم شوط أول ممتاز. يانيك زاكري هو من صنع الهدف للوكاس سانتوس. يانيك زاكري ضغط على يانيك من قبل لاعبي فريق ديالى. تعود للوسط روبن أكوا. عملية التغيير عائدة للدفاعات. أوتارا قالها لعباس قاسم، عباس بالمباشر. عملية الهجوم الآن أحمد عايد، ممكن أحمد عايد لاعب المهاري، حاول يمر أحمد عايد من أمام دفاعات ديالى، لا وجود لخطأ. حكم المباراة قريب أشار لاستمرارية اللعب. لاحظ هنا الإعادة، اللقطة في أسفل الشاشة اللي كانت مطالبة من لاعبي ديالى، هناك وجود خطأ وسحب، لكن حكم المباراة أشار للاستمرار. هذا هو أحمد عايد، اللاعب المهاري، اللاعب الممتاز، اللاعب اللي يقدم مستويات أكثر من رائعة مع فريق الكهرباء. كرة النقل الوسط، محاولة تبقى قائمة.
مرت من أمام لاعبي فريق نادي ديالى. تعود للوسط بومال. محمد حسن، أيمن، علي، رحيم لمحمد حسن. كرات مقطوعة من قبل لاعبي فريق ديالى، ولاعبي الكهرباء أكثر دراية بما يقوم به لاعبي فريق نادي ديالى في هذه اللحظات، وهو يلعب بالنقص العددي بعد الطرد لعبد المجيد صبار. عملية الهجوم المرتد الآن الكهرباء، هل يستغل عمل النقص العددي ويسجل هدف ثاني وبالتالي يذهب إلى النقاط الثلاث؟ محاولة تعود لمصلحة فريق نادي الكهرباء. عملية القطع موجودة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة فريق نادي الكهرباء. لاحظ هنا الإعادة، وهذه البطاقة الصفراء الأولى اللي كانت على عبد المجيد صبار. البطاقة الصفراء الأولى على عبد المجيد صبار، وهذا الثانية بالتدخل بتهور من عبد المجيد صبارة مع سجاد خليل. ديالى آخر فوز إليه كان على هذا الملعب على حساب نادي الكرخ، بعدها تعادل مع القرمة بهدف لهدف، ومن ثم خسر من الشرطة بنتيجة 3-1. هنا محاولة خطيرة، ممكن التعادل. أياد ممكن يفعلها الآن ديالى، وركلة جزاء لفريق ديالى، وركلة جزاء لفريق ديالى، ركلة جزاء يعلن عنها حكم اللقاء أحمد جمعة. وهنا تتعالى صيحات جماهير ديالى في هذه اللحظات، في هذه اللحظات تتعالى الأصوات على المدرجات لملعب ديالى لجماهير ديالى بركلة جزاء محتسبة لأياد عبد فرحان. ركلة جزاء محتسبة لأياد عبد فرحان، ركلة جزاء. لاحظ هنا الإعادة، أياد حاول المرور بهذه الطريقة مرة أولى وثانية، وبعد ذلك حسن لاعب البديل لفريق نادي الكهرباء يرتكب خطأ داخل منطقة الجزاء، وبالتالي حكم المباراة لن يتردد باحتساب ركلة جزاء لصالح نادي ديالى، ركلة جزاء لصالح ديالى. هذا هو حسن نعيم عنده هدف على الميناء، اللاعب اللي اشترك بديل في مباراة الميناء وسجل هدف. هذا أياد عبد فرحان، والآن جمهور ديالى فرحان، جمهور ديالى فرحان. ركلة جزاء، هل يعدل من خلال نتيجة ديالى؟ يلعب بالنقص العددي. أحمد جمعة يعلن عن وجود ركلة جزاء. ركلة جزاء لصالح نادي ديالى. هذا تانديا إبراهيم تانديا اللاعب المالي، هل يعيد ديالى إلى نقطة البداية؟ وعمل ممتاز كان لأياد عبد فرحان بالتوغل لمنطقة جزاء فريق نادي الكهرباء، ومن خلالها يحصل على ركلة جزاء. والآن تانديا بمواجهة حارس المرمى علي خالد، هل يبقي على التقدم علي خالد حارس المرمى لفريق الكهرباء أم سيكون هناك رأي آخر لتانديا من أجل أن يعدل لفريق ديالى؟ ركلة جزاء. محمد حسن، هل هناك عودة للفار؟ هذه ما فيها أي إشكال، لكن هذه الثانية أوتارا لم يرتكب خطأ، لكن حسن نعيم هو من تدخل بهذه الطريقة مع أياد عبد فرحان. لذلك لا زال حكم المباراة يتحدث مع حكم الفار ليث فرحان. هل هناك ركلة جزاء؟ بطاقة صفراء على من؟ بطاقة صفراء على نهاد، بطاقة صفراء على نهاد محمد، لاعب البديل مع فريق الكهرباء. نهاد محمد
اللي سبق وأن مثل الكرخ والطلبة. هذا نهاد محمد. إذا نهاد محمد يحصل على بطاقة صفراء وهو خارج أرضية الملعب. عنده هدفين على الميناء وعلى نادي القاسم. نهاد يحصل على بطاقة صفراء. ركلة جزاء محتسبة. لاحظ التأخير في اتخاذ القرار. حكم يجب أن تكون له رؤية واضحة، سواء كان حكم الساحة أو حكم الفار، لكن تعودنا بشكل على التأخير في اتخاذ القرار من قبل حكام المباريات، تأخير في اتخاذ القرار. الآن اللعب متوقف تقريبا 4 دقائق إلى 5 دقائق، ولحد الآن في غرفة الفار ليث لم يعطي أي قرار لحكم المباراة. قد يعطي الضوء الأخضر لحكم المباراة، هو من يتأكد بنفسه حول هذه اللقطة. أم سيتخذ القرار من غرفة الفار إذا كان هناك ركلة جزاء واضحة أم لم يكن هناك ركلة جزاء. ولا زال الحديث دائر. يعني المشكلة كبيرة هذه نعاني منها في كل مباريات دورينا، يعني تأخر في اتخاذ القرار على لجنة الحكام. هناك إدخال دورات بالنسبة لحكامنا على تقنية الفار بشكل مكثف. يعني لاحظ ردة الفعل للمدرب يامن الزلفاني على هذا التأخير. ردة الفعل ليامن الزلفاني على هذا التأخير يعني غريب الأمر. غريب الأمر بالنسبة لحكم الفار وأيضا لحكم اللقاء، بالرغم أن حكم اللقاء أحمد جمعة كان قريب جدا من الحالة، واتخذ القرار باحتساب ركلة جزاء. لكن قد يكون هناك رأي لليث فرحان. والله هذا الأمر ما أصبح مو غريب علينا، يعني أنه هذا التأخير أصبح هذا التأخير مو غريب على المشاهد، على المتابع، على اللاعبين، على كل من يتابع دوري نجوم العراق. ما أعرف هل هناك مشكلة في الصورة الموجودة لدى حكم الفار؟ هل هناك مشكلة قد تكون في غرفة الفار هي من أخرت اتخاذ القرار؟ أحمد عبد الجبار فريقه كان متقدم في الشوط الأول، وبعد ذلك حالة طرد حصلت لفريق ديالى لم تستغل. الآن يستدعي حكم المباراة ليث فرحان. يعني كل هذا التأخير وكل هذا اللي شاهده أمامنا، وبعد ذلك في الأخير بعد التوقف ل8 دقائق تقريبا إلى 9 دقائق، ومن ثم يستدعي حكم المباراة. غريب أمر حكامنا. قد هناك حالة تسلل. أعتقد على حالة التسلل، لكن حالة التسلل ما أعتقد حكم المباراة يعود إلى الفار. حالة التسلل ما أعتقد حكم المباراة يعود إلى الفار. حالة التسلل تتخذ من غرفة الفار فقط، يعني ما يستدعي الحكم على حالة تسلل.
أكثر من لقطة لهذه الحالة، قد تكون حالة تسلل، قد تكون هناك خطأ على فريق ديالى، قد يكون هناك شيء في هذه اللقطة. واحد من ذوي الهمم، محب للقميص البرتقالي لفريق ديالى. لاحظ العشق لكرة القدم، يعني جنن الصغير والكبير. محمد عبد الجبار على الأعصاب، مدرب فريق الكهرباء. أتمنى من جماهير ديالى عدم التجاوز، عدم التلفظ بألفاظ نابية. أتمنى من كل جماهيرنا للأندية المشاركة في دورينا، أتمنى التشجيع الحضاري. يعني جمهور ديالى جمهور يعني مثقف، عاشق، يعني محب. في هذه اللقطة أين المشكلة؟ يعني أين المشكلة في هذه اللقطة بالنسبة لحكم المباراة للتأكد منها؟ هل لحالة التسلل؟ لاحظ جمهور ديالى على الأعصاب، والكل على الأعصاب، الكل على الأعصاب. جمهور ديالى، مدرب ديالى، لاعبي ديالى، حتى مدرب الكهرباء ولاعبي الكهرباء يعني حول هذه اللقطة. إذن ماذا يتخذ من قرار حكم مباراة أحمد جمعة بعد هذا التوقف الطويل؟ ماذا سيتخذ حكم مباراة أحمد جمعة بعد هذا التوقف الطويل؟ إذن حالة تسلل، حالة تسلل، حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة. جن جنون المدرب طبعا يامن الزرفان، جن جنون هذا المدرب. إذن حالة تسلل، ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة، لكن أعتقد سيضيف 10 إلى 12 دقيقة. ركلة حرة غير مباشرة للكهرباء، إذن تلغى ركلة الجزاء. ركلة حرة غير مباشرة. لاحظ هنا اللقطة مرة أولى وثانية وثالثة. كرة من جهة اليمين لمصلحة فريق الكهرباء، عائدة إلى بومال. هذا تانديا، تانديا حارس المرمى وسام محمد، وسام لأيمن محمود. أيمن، كرة طويلة للأمام، عملية القطع من دفاعات فريق الكهرباء، محاولة تستمر، تعود إلى يانيك زاكري. يانيك، عملية تمرير من يانيك زاكري. تغيير اللعب هناك على جهة اليسار. بومال، أمامية من بومال، وصلت لمهاجمي فريق نادي ديالى، لكن القطع موجود إلى خارج أرضية الملعب لركلة ركنية لمصلحة فريق ديالى. ركلة ركنية لمصلحة فريق ديالى. من أمام بركات الحميدي اللاعب التونسي، ركلة ركنية. إبراهيم تانديا اللاعب المالي، تنفذ الركلة الركنية. أياد داخل منطقة الجزاء، تانديا يسدد على المرمى، لكن تصل بدفاعات الكهرباء، يدافع بكل لاعبيه الكهرباء أمام محاولات لاعبي نادي ديالى قريبة لمنطقة الجزاء، لكن سهلة تصل لحارس المرمى علي خالد. سهلة لحارس المرمى علي خالد. علي خالد، لاحظ هذه اللقطة، هذه الصورة. تانديا كان في وضع تسلل بسنتيمترات قليلة، متقدم على خط المرمى لفريق نادي الكهرباء، لذلك حالة تسلل كانت على تانديا، لذلك ألغيت ركلة الجزاء لمصلحة فريق ديالى. عملية تمرير الآن للكهرباء، يحاول الآن مضاعفة النتيجة. الكهرباء يسجل هدف ثاني، هدف ثاني فريق الكهرباء. كرة من جهة اليمين، حسن
عودة لروبن أكوا. أحمد عايد عيدة للخلف. روبن من جديد. روبن أكوا يحاول يمر بالمهارة من روبن أكوا اللاعب الغاني. المحاولة تستمر لفريق الكهرباء. للكهرباء علي مهدي. حسن نعيم لعباس قاسم. حاول التقدم عباس ليانك زاكري بلمسة جميلة من يانك. سجاد خليل. سجاد مدافع اليسار لفريق الكهرباء. سجاد خليل لكن بعيدة عن يانك زاكري إلى خارج أرضية الملعب لرمية جانبي. كرة النقل الآن للوسط لمصلحة فريق ديالى. هذا اياد عبد فرحان اعتقد يغادر. داخل منطقة الجزاء. هجوم الآن لفريق الكهرباء. تنقل أمامية ممكن روبن أكوا ممكن ثاني. فريق الكهرباء داخل منطقة الجزاء خطيرة. مصطفى هي كرة وهدف ثاني. هدف ثاني للكهرباء. هذا أوستين أموتو يسجل هدف ثاني للكهرباء. هدف ثاني بعمل ممتاز. عمل ممتاز من مصطفى صلاح. وبعد ذلك مرة كرة جميلة داخل منطقة الجزاء يسجل من خلالها اللاعب والمهاجم النيجيري أوستين أموتو. إذن 2 للكهرباء مقابل لا شيء لفريق ديال. 2 للكهرباء. أوغستين أموتو يسجل هدف ثاني. لاحظ الإعادة هو البديل للوكاس. لوكاس سجل وغادر والآن البديل للوكاس يسجل أوستين أموتو اللاعب النيجيري الهدف الثاني لفريق الكهرباء. الهدف الثاني لفريق الكهرباء. لاحظ هنا الإعادة مصطفى صلاح اللي قدم مباراة ممتازة لغاية الآن. مصطفى صلاح اللي هيأ كرة أمام المرمى داخل منطقة ال6 ياردات يستغلها أوغستين أموتو ليسجل ثاني أهداف الكهرباء. أوغستين أموتو يسجل. إذن 2 للكهرباء لا شيء لفريق ديالى. والله الله يساعد هذا الرجل يعني فاقد أعصابه بشكل كبير. من نصحتك يا كابتن يا يامن الزلفاني. لاحظ نقطة التحول في المباراة. إلغاء ركلة جزاء لفريق ديالى بعدها. الآن الكهرباء يسجل هدف ثاني مع حالة الطرد لعبد المجيد صبارة. الأمور ليست على ما يرام ليامن الزلفاني ولفريق ديالى. إذن هدفين للكهرباء مقابل لا شيء لفريق ديالى. هدفين للكهرباء. أيضا راح يكون لدينا توقف احتمال للهدف المحتسب لفريق الكهرباء. هل هناك حالة تسلل على مصطفى صلاح؟ لاحظ انطلق بهذه الطريقة وهي كرة. وبالتالي أوغستين أموتو يسجل ثاني الأهداف لفريق الكهرباء. يامن الزلفاني. إذن حالة تسلل ويلغى الهدف. حالة تسلل على مصطفى صلاح ويلغى الهدف. يلغى الهدف. إذن الفار يتدخل في حالتين صعبة طبعا. الأولى كانت ركلة جزاء لمصلحة فريق نادي ديالى والثانية هدف فريق الكهرباء الثاني. وأيضا ألغي بداعي التسلل. هناك خطأ
ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق ديالى. لاحظ هنا الإعادة، لاحظ هنا الإعادة وخطأ وركلة حرة لمصلحة فريق نادي ديالى. ركلة حرة لفريق ديالى. حسين يونس يحصل على خطأ. لاحظ هذا الإعادة، الهدف الملغى لفريق الكهرباء، الهدف الثاني. أعاد الروح لفريق ديالى إلغاء الهدف، أعاد الروح لفريق ديالى إلى إلغاء الهدف لأوغستين أموتو. ركلة حرة إذا لفريق ديالى، ممكن يعدل، ممكن يعود لأجواء المباراة. يعني كثرة الصافرة تفسد المباراة بين الحين والآخر. يعني شاهد الصافرة تأتي من حكم المباراة، يوقف اللعب، حديث مع اللاعبين. يعني إذا ركلة حرة، ركلة حرة لمصلحة فريق ديالى مع تراجع لاعبي الكهرباء للدفاع عن مرماهم، للدفاع عن نتيجة المباراة. هنا الحميدي، بركات الحميدي يسدد على المرمى لكن بعيدة كرة بركات الحميدي إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لمصلحة فريق نادي الكهرباء. هو قادم من الدوري التنزاني. اللاعب بركات الحميدي اللي سدد بهذه الطريقة بشكل خاطئ، مرت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى للكهرباء، تنفذ ركلة المرمى. أوغستين أموتو يحاول الضغط على دفاعات ديالى. أوغستين يتقدم وهنا خطأ وركلة حرة. أيمن محمود يرتكب خطأ، ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق الكهرباء. أوغستين أموتو، هذا مقتدى حسن واضح أمامنا في الصورة، مع وجود ركلة حرة 5 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. عاد الوقت اللي يضيفه حكم اللقاء. ركلة حرة، علي مهدي يعيد للخلف. علي مهدي، أوتارا، روبن، خاطئة من روبن أكوا، تعود لمصلحة فريق نادي ديالى. ممكن يستغل هذه المحاولة، هذا المهاجم بركات، بركات داخل منطقة الجزاء. هي كرة بركات، المحاولة لعلي رحيم تصطد وتبعد إلى خارج الملعب لركلة ركنية لمصلحة فريق نادي ديالى. هذا وروبن أكوا لاعب الارتكاز لفريق نادي الكهرباء مع الإبعاد. هذا علي رحيم، حارس المرمى علي خالد يحاول الحفاظ على مرماه في هذا اللقاء. إذا 5 ركنيات للكهرباء مقابل 3 لديالى داخل منطقة الجزاء. يانك زاكري، عملية الإبعاد. أحمد عايد، أحمد قريب للخط الجانبي. تانديا يعيدها بشكل خاطئ، عملية الهجوم المرتد. هذا علي مهدي، حاول يمر علي مهدي، حاول التقدم علي مهدي. حكم المباراة يشير للاستمرار وهنا خطأ، خطأ وبطاقة صفراء. حسين يونس يرتكب خطأ وبطاقة صفراء على حسين يونس. كان ممكن حكم المباراة يعطي مبدأ إتاحة الفرصة لفريق نادي ديالى، لأن الكرة كانت بحوزة لاعبي فريق نادي الكهرباء. لاحظ هذا علي مهدي، كان ممكن حكم المباراة يعطي مبدأ إتاحة الفرصة. كانت فرصة واعدة لفريق الكهرباء. حسين يونس يرتكب خطأ، يحصل على بطاقة صفراء. ركلة حرة للكهرباء داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة عن يانك زاكري، أقرب لوسام محمد حارس المرمى لفريق ديالى. باليد من وسام، عملية الهجوم. تانديا، تانديا اللاعب المالي يحاول يمر، اللاعب اللي يتحرك في كل أرجاء الملعب من اليمين لليسار قريب للمرمى. مرت على بركات اليحمدي أو الحميدي. بركات الحميدي يشكو من إصابة، إن شاء الله بالسلامة لكل اللاعبين. هذا بركات الحميدي، لاحظ اصطدت بعد الإبعاد من حسن نعيم. ركلة مرمى لصالح نادي الكهرباء، ركلة مرمى للكهرباء. حارس المرمى علي خالد، كرة طويلة للأمام من علي خالد للوسط، تصطد بحكم المباراة لكن حكم المباراة يشير الاستمرار على اعتبار أن الكرة بحوزة لاعبي فريق نادي الكهرباء، لذلك يعطي مبدأ إتاحة الفرصة. هذه اللقطة لركلة الجزاء الملغاة لفريق نادي ديالى. المحاولة ليانك زاكري قريب لمنطقة الجزاء، ضغط من 4 لاعبين لديالى على يانك زاكري. الإبعاد موجود، تمرير الأمام. تانديا
أوتارا البوركيني بمواجهة اللاعب المالي تانديا. عملية تغيير اللعب. هناك حسن نعيم يلعب كرة طويلة أمام حسن نعيم. عدم وجود لاعب في خط الأمام بالنسبة لفريق الكهرباء. بومال، بيتروس بومال. طبعا الجولة القادمة ديالا سيقابل القوة الجوية والكهرباء سيقابل الطلبة، يعني الفريقين لديهم مباريات مهمة مع فرق كبيرة. نتحدث عن القوة الجوية المتصدر وعن صاحب الترتيب الثالث الطلبة. ديالا سيقابل القوة الجوية والكهرباء يقابل الطلبة. هناك تغيير آخر لديالا، تغيير خامس وأخير لديالا. علي رحيم يغادر. علي رحيم يغادر ودخول اللاعب عبد القادر طارق اللاعب الخبرة في هذه الأثناء. عبد القادر طارق عديد من الأندية مثلها عبد القادر طارق. نتحدث عن الطلبة، عن الشرطة، عن الكرخ، عن أمانة بغداد، عن كربلاء، عن النفط، فرق عديدة طبعا مثلها عبد القادر طارق اللاعب اللي اشترك الآن بديل. لاحظ هنا الإعادة، هل كان هناك تدخل من قبل الحميدي على عباس قاسم أو هناك حالة تسلل على تانديا؟ لكن ركلة الجزاء واضحة لكن ألغيت بداعي التسلل. ركلة حرة لصالح ديالا. نلعب في الدقيقة 90. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي. ركلة حرة لديالا داخل منطقة الجزاء. يحاول على الأقل فريق ديالا أن يخرج متعادل وهدف التعادل. هدف لفريق ديالا. أيمن محمود بديالا يعود. أيمن محمود بديالا يعود وهدف تعادل في الدقيقة 90. هدف التعادل في الدقيقة 90 لفريق ديالا وعن طريق اللاعب أيمن محمود. أيمن محمود يسجل في مرمى فريق الكهرباء وهو ثالث أهدافه مع فريق ديالا خلال هذا الموسم. اللاعب التونسي أيمن محمود يسجل هدف التعادل برأسية بخطأ في التمركز لحارس المرمى علي خالد، ولذلك فريق ديالا يدرك التعادل. الآن أصبحت النتيجة 1-1 ما بين فريقي ديالا والكهرباء. لاحظ هنا الإعادة وهنا أيمن محمود والارتقاء بهذه الطريقة يسجل هدف التعادل. هدف التعادل لفريق ديالا. هدف التعادل. لاحظ لا سجاد خليل ولا حارس المرمى علي خالد استطاعوا إيقاف اللاعب أيمن محمود من إدراك هدف التعادل في مرمى الكهرباء بمساعدة اللاعب والمدافع البوركيني سوميلا أوتارا هو من أكمل الكرة داخل الشباك، وبالتالي ديالا يعدل النتيجة الآن في مرمى فريق الكهرباء. إذن 15 دقيقة وقت محتسب بدل ضاع. 15 دقيقة يعلن عنها حكم المباراة كوقت بدل ضاع. إن شاء الله بالسلامة لحارس المرمى علي خالد. هذا أحمد عايد. إذن هدف التعادل. هل هناك عودة إلى الفار؟ هل هناك من قرار؟ والله مشاكل كثيرة حصلت في هذه المباراة، في كل مرة عودة إلى الفار. لاحظ هنا الكادر التدريبي لفريق الكهرباء والكادر التدريبي لفريق ديالا قريبين من حكم المباراة، قريبين من الحكم الرابع، وبعد ذلك يعني هذه مشكلة. يعني المفروض يكون هناك انضباط داخل أرضية الملعب لدكة البدلاء للفريقين، لفريق الكهرباء ولفريق ديالا. ما أعرف، هذه المشاكل كثيرة. هذه بطاقة حمراء ليامن الزلفاني، بطاقة حمراء ليامن الزلفاني. هل يلغى الهدف؟ هل هناك تدخل من أيمن محمود على حارس المرمى علي خالد؟ لاحظ هنا الإعادة واللقطة مرة أولى وثانية. هنا أيمن محمود مع حارس المرمى علي خالد لفريق الكهرباء.
لا زال حكم المباراة يتابع اللقطة. والله راح تكون مادة دسمة لبرنامج أنت الحكم هذه المباراة. لبرنامج أنت الحكم هذه المباراة مادة دسمة. كثير من القرارات، كثير من الإشكالات. ماذا يقرر حكم المباراة أحمد جمعة؟ إذن خطأ لصالح نادي الكهرباء، ركلة حرة على أيمن محمود. يلغى الهدف، يلغى الهدف. إلغاء هدفين في هذه المباراة مع إلغاء ركلة جزاء. ماذا يطالب يامن الزلفاني؟ هل يطالب بسحب الفريق؟ لاحظ هنا الإعادة، وهنا أيمن محمود بعد المشاركة مع حارس المرمى يسجل هدف بمساعدة سوميلا أوتارا، لكن حكم المباراة بعد العودة إلى الفار، بعد العودة للمشاهدة، يلغي هدف فريق ديالى، وتبقى النتيجة تقدم الكهرباء بهدف لا شيء. تقدم الكهرباء بهدف لا شيء. هذا هو جمهور ديالى، جمهور ديالى. إذن حكم المباراة يستدعي المساعدين. إذن الزوراء الآن يسجل هدف ثاني في هذه اللحظة في الوقت المحتسب بدل ضاع. الزوراء يسجل هدف ثاني في مرمى نوروز. رياسكوس، رياسكوس، هل ستكون نقاط ثمينة للزوراء والعودة من ملعب نوروز؟ الآن الكهرباء يتقدم على ديالى لحد الآن بنتيجة 1-0 مع القرارات اللي اتخذت في الشوط الثاني من حكم المباراة من غرفة الفار. إلغاء هدف لديالى، إلغاء هدف للكهرباء، إلغاء ركلة جزاء لفريق نادي ديالى، طرد اللاعب عبد المجيد صبارة. يعني الشوط الثاني حصلت الكثير من الأمور. أحمد جمعة، اهدى يا كابتن، اهدى يا يامن الزلفاني. من الهدوء الكادر التدريبي. يعني هو اضاف 15 دقيقة، الآن التوقف 6 دقائق. يعني اعتقد راح نلعب نصف شوط، راح نلعب نصف شوط كامل. يعني اعتقد راح تصل الى 25 دقيقة الا ينهي المباراة حكم اللقاء احمد جمعة. لاحظ هذا هو الهدف الملغى لأيمن محمود. هذا هو الهدف الملغى لأيمن محمود بمشاركة اللاعب سوميلا أوتارا. يوقف ساعته حكم المباراة لمتابعة الوقت المحتسب بدل ضاع. هناك تغيير لمصلحة فريق نادي الكهرباء. تغيير للكهرباء، كرة النقل الأمام، عادت للكهرباء عن طريق الوسط، عملية التمرير. هذا عبد القادر طارق الواضح أمامنا في الصورة. فريق الكهرباء الآن سيجري تغيير، عملية الهجوم الآن. أحمد عايد، أحمد عايد، أحمد عايد، عملية تمرير من أحمد عايد، محاولة تستمر قريبة لمنطقة جزاء فريق ديالى، عائدة لحارس المرمى. هناك حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق ديالى. كرة عالية، بركات الحميدي،
عملية تغيير اللعب هناك على الطرف الأيمن، أقرب لمصطفى صلاح، من أمامه تبعد مصطفى صلاح عن طريق اللاعب بيتروس بومال. هناك تغيير، يانيك زاكري يغادر. من هو القادم؟ يانيك زاكري يترك المباراة. تغيير هذا خضر علي، حاول يأمن خط الدفاع المدرب أحمد عبد الجبار بإشراك المدافع خضر علي بديل اللاعب الوسط يانيك زاكري، اللاعب الإيفواري اللي غادر في هذه اللحظات. ثالث التغييرات للمدرب أحمد عبد الجبار. رمية جانبية خضر علي تنفذ، قريبة للجهة البعيدة لمصلحة فريق الكهرباء. قطع من لاعبي فريق ديالى. عملية الهجوم الآن، مرتدات ممكن. عبد القادر، هناك خطأ، ركلة حرة لمصلحة فريق ديالى. ركلة حرة مباشرة مع إشهار بطاقة صفراء. بطاقة صفراء على خضر. خضر علي لقى بطاقة صفراء. كرة عالية، عبد القادر داخل منطقة الجزاء. أوتارا، عملية الإبعاد. روبن أكوا حاول مراقبة عباس قاسم. عملية الإبعاد، هنا التسديد على المرمى لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لمصلحة فريق نادي الكهرباء. هذا محمد حسن. هذا هو خضر علي، سبق وأن مثل الشرطة بطلبة الزوراء، يعني الفرق الكبيرة الآن يتواجد مع الكهرباء. خضر علي، عملية الهجوم. مصطفى لم يستطيع المرور. مصطفى، عملية الهجوم الآن لفريق ديالى عن طريق الجانب الأيمن، مرة للأمام. هناك خطأ وتدخل وبطاقة صفراء على مصطفى صلاح. بطاقة صفراء على مصطفى صلاح، يرتكب خطأ. مباراة ممتازة يؤديها مصطفى صلاح، يلعب على جهة اليمين على جهة اليسار مصطفى صلاح. محاولة الهجوم، هناك خطأ، ركلة حرة لمصلحة ديالى. كثرت الأخطاء. ركلة حرة لمصلحة فريق ديالى. بومال تنقل للأمام قريبة لمنطقة الجزاء. عملية الإبعاد، مرتدة الآن مهدي علي يمررها بشكل خاطئ. مهدي علي تعود لمصلحة فريق نادي ديالى. عملية تغيير من جهة اليمين، يحاول فريق ديالى يرمي بكل ثقله في ملعب فريق الكهرباء، على الأقل أن يخرج متعادل، لكن التمريرة خاطئة من أيمن محمود إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لمصلحة فريق الكهرباء. ركلة مرمى لمصلحة فريق الكهرباء. هذا وروبن أكوا. لاحظ هنا المدافع مقتدى حسن اللي حصل على خطأ مع وجود ركلة حرة. هنا عملية القطع موجودة لفريق ديالى. محمد حسن يعيد لحارس المرمى وسام محمد. وسام يحاول التقدم للأمام. وسام كرة عالية من وسام. عباس قاسم، محاولة داخل منطقة الجزاء. عملية الإبعاد تعود من جديد للكهرباء. هل يستغل تقدم لاعبي الكهرباء لأمام الكهرباء ويضاعف النتيجة بهدف آخر؟ لو سجل الكهرباء الأمور خلاص تنتهي لصالح الكهرباء، سيذهب بنتيجة المباراة. هناك راية، وجود حالة تسلل على علي مهدي. هناك خطأ، انهض يا علي، ما يحتاج هذه الأمور، يعني لكثير توقفت المباراة. لاحظ حالة تسلل واضحة على علي مهدي مع وجود ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق نادي ديالى. ركلة حرة غير مباشرة تنفذ. هنا مصطفى صلاح، خطيرة، ممكن الثاني الكهرباء الثاني. مصطفى صلاح ويسجل هدف ثاني. هدف ثاني للكهرباء. الله يكلل مجهوداته في هذا اللقاء مصطفى صلاح بهدف ثاني، وهدف جميل بعد انفراد مع حارس المرمى يضعها على اليمين ويسجل ثاني أهداف الكهرباء في مرمى ديالى. في الدقيقة 12 بعد 100 يسجل بعد 90
اللاعب مصطفى صلاح، هدف ثاني لفريق الكهرباء. لاحظ مر بهذه الطريقة، مر من أمام المدافع مقتدى حسن وسدد بقوة على يمين حارس المرمى. هذه المرة غير متسلل، ارحمنا يا حكم المباراة. أتمنى ما تكون هناك عودة للفار. ما كان متسلل طبعا. مصطفى صلاح يسجل هدف ثاني لفريق نادي الكهرباء، وبالتالي يضاعف النتيجة لتصبح الآن هدفية للكهرباء مقابل لا شيء لفريق ديال. 2-0 النتيجة الآن، إعادة لأكثر من مرة. لاحظ هنا الإعادة، هدف يسجل لفريق نادي الكهرباء. خلاص تقريبا الأمور انتهت، حسمت لفريق الكهرباء على حساب دياله. عائدة للحارس وسام محمد، بطاقة لمصطفى أيضا، هو حصل بطاقة والآن يسجل هدف ثاني لفريق الكهرباء. دياله، علي خالد حارس المرمى، التقاط للكرة من أعلى نقطة، حارس المرمى لفريق الكهرباء. كرة عالية الأمام قريبة لحارس المرمى وسام محمد. هذا مصطفى، حلوة لمصطفى، أداءه كان ممتاز في هذا اللقاء، نجم المباراة بكل تأكيد. خضر، علي حاول التقدم، قطع من أمام خضر. بومال أيضا يخسر الكرة. بومال، لاحظ فقدان التركيز للاعبي فريق دياله في هذه اللحظات، لذلك دائما الكرات مقطوعة، عدم وجود رؤية للاعبي فريق دياله للوصول إلى مرمى فريق الكهرباء. عملية تحضير، عملية تمرير، هجوم الآن لمصلحة فريق الكهرباء. أحمد عايد من أمامه تبعد، أقرب لثامر مدافع لفريق دياله. كرة قريبة، لاعب بركات يحاول الضغط على لاعبي فريق نادي الكهرباء، وأيضا عبد القادر طارق. يعني رغم أنه فريق دياله في الشوط الثاني بالنقص العددي يلعب بثلاث مهاجمين لخط الأمام بعد إشراك عبد القادر طارق بالإضافة إلى بركات الحميدي. هذا وحسين يونس، ركلة حرة، واحد من بدلاء دياله. كرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى الكهرباء. هنا عملية تسديد، تعود من جديد فريق الكهرباء. تحضير، هذا أوغستين أموتو. مصطفى صلاح ممكن لأوغستين أموتو يحاول ينطلق للأمام، وهناك خطأ وتدخل على تانديا وبطاقة صفراء على إبراهيم تانديا. خطأ على إبراهيم تانديا مع بطاقة صفراء، يرتكب خطأ إبراهيم تانديا وبطاقة صفراء. لمصلحة فريق نادي الكهرباء. لاحظ هنا الخطأ، بهذه النتيجة طبعا دياله يبقى بنفس المركز، المركز ال11، لكن فريق الكهرباء سيتقدم من المركز 18 إلى المركز 16، يتقدم على أمانة بغداد بفارق المواجهة طبعا، على أمانة بغداد بفارق المواجهة. هو فاز على أمانة بغداد 5-0. الكهرباء لكل فريق 21 نقطة الآن، مع تراجع نفط ميسان رغم فوزه يوم أمس على فريق أمانة بغداد. نفط ميسان المركز 19، النجف في المركز ما قبل الأخير 19 ب10 نقاط، وخسارة جديدة أيضا كانت. هناك تغيير للكهرباء، أحمد عايد يغادر. أحمد عايد يغادر، إذا تغييرين، دفعة واحدة لمصلحة فريق نادي الكهرباء. وصلت لحارس المرمى، إذن أمير أياد مع نهاد. التغييرات للمدرب أحمد عبد الجبار. فوز مستحق لفريق الكهرباء على حساب دياله في هذا اللقاء.
عملية تمرير الأمام، الهجوم الآن لمصلحة فريق نادي الكهرباء لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية، علي مهدي للأمام، حاول فريق الكهرباء، عملية القطع موجودة وهنا الإبعاد أيضا موجود. تعود لحارس المرمى وسام، كرة عالية للأمام عباس قاسم والتدخل، هناك خطأ لمسة يد على عباس. مرت إلى خارج أرضية الملعب، نقترب من نهاية المباراة. هو أضاف 15 دقيقة وكان التوقف بعد الدقيقة 90، توقف 6 دقائق أيضا. كرة عالية، محاولة تبقى للوسط لمصلحة فريق الكهرباء، عملية التغيير هنا لجهة اليسار، هنا البديل أمير ينقل كرة الوسط، أمير عملية الهجوم الآن، روبن يغير اللعب لجهة يمين، روبن أكوا ممكن ثالث لفريق الكهرباء داخل منطقة الجزاء، الثالث أمير والقائم الأيسر يمنع محاولة أمير اياد. المحاولة كان ممكن هز الشباك لهدف آخر لفريق نادي الكهرباء لكن مرت على أمير اياد. هذا حسن نعيم أيضا واحد من بدلاء فريق الكهرباء. نصل إلى الدقيقة 20 من الوقت المحتسب، بدل ضاع، ممكن الآن وضاعت على حسين يونس، ضاعت على حسين يونس. لاحظ هنا الإعادة، هنا اللقطة، هنا المحاولة، أخذ الكرة من الأسفل الأعلى وضاع الفرصة على فريق نادي الديالة من أجل أن يقلص الفارق في هذه الأثناء وتضيع محاولة من حسين يونس على مرمى فريق الكهرباء. كرة عالية للوسط، المحاولة ممكن فريق الكهرباء الآن يبحث عن هدف ثالث، وصلت لوسام محمد، وسام حارس المرمى، مرت على البديل حسين جاسم. طبعا هذا شقيق نجمنا الكبير علي جاسم لاعب النجم السعودي، حسين جاسم العيبي ايضا واحد من بدلاء فريق الكهرباء. هذا علي مهدي الواضح امامنا في الصوره. 21 دقيقه مرت بعد ال90 ولا زالت المباراه مستمره لغايه الان. عمليه التحضير في المنتصف وهنا الابعاد، المحاوله تبقى للكهرباء، عمليه تغيير اللعب الى جهه اليسار تبقى لفريق الكهرباء. سجاد خليل، عودة لدفاعات فريق الكهرباء، هذا أوتارا، هيا كرة الأمام، أوتارا يغير لعب لجهة اليمين، أوتارا، عباس قاسم، عباس عملية تمرير الأمام، الهجوم قادم، تنقل الأمام لمصلحة فريق ديالة، ممكن الآن، وصلت لحارس المرمى علي خالد. لا زلنا ننتظر صافرة حكم المباراة، هذا بركات الحميدي، حارس المرمى علي خالد. إذن في هذه الأثناء أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، حكم اللقاء أحمد جمعة يطلق الصافرة نهائي الكامل لقاء الكهرباء وديالة بفوز فريق نادي الكهرباء بهدفين مقابل لا شيء لفريق نادي ديالة. مبروك لفريق الكهرباء هذا الانتصار، نقول هارد لك لفريق ديالة ولجماهير ديالة هذه الخسارة. نلقاكم في مواعيد جديدة، مباريات قادمة، تقبلوا كل التحيات مني معلق المباراة